السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة حلقة جديدة من بودكاست أحسن تسعة في مصر. ضيفكم النهاردة حد مثير للجدل جدا، حد من الناس اللي عليها تعقيبات كتير جدا على السوشيال ميديا. عشرة 10 12 سنة بالنسبة لي، حد لعب دوري ممتاز ودي حاجة الناس ما تعرفهاش. الصديق المقرب لأحمد سيد زيزو. ضيفكم النهاردة معتز نجيب. نور، ازيك؟ الحمد لله، أنت عامل إيه؟ كله فل يا حبيبي. كله اخبارك؟ كويس؟ كله زي العسل الحمد لله. عامل مشاكل ليه؟ والله مش عامل مشاكل، يعني الناس واخده عني كلام، وللاسف يعني الكلام غير الحقيقه خالص. فمن حلقتك دي ان شاء الله يمكن نوصل رساله للناس كويسه، وان شاء الله يعني نشوف إن الدنيا شاء ماشيه الله. ازاي. في الاول عايزك تعرفني بنفسك او تعرف الناس مين معتز، وناس كتير ما تعرفش انت لعبت دوري ممتاز. اولا يا نور، انا مبسوط ان اكون معاك والله. انا اكتر والله. يعني ربنا يكرمك، حاجه جميله جدا ومجتهد، حبيبي يا مطر. وعشرة سنين يعني ايام المقاولين العرب. حبيبي يا وز. والله بص، يعني نتكلم يعني باختصار، مش لازم نتكلم كتير عشان لا خد راحتك عادي، لعبت منتخبات ولعبت آه دوري ممتاز، لازم تقول ده كله. لا، الناس يعني بتشوف الظاهر، يعني بتشوف اخر حاجة، صح. لكن ما بتعرفش انت تعبت ما تعبتش، حصل لك ظروف، بتلعب تحت ضغط، من ناحية الأسرية أو الناس مش فاهمة ده كله. الحاجة اللي أنا حابب أقولها، اللي أنا اسمي معتز محمد نجيب، شهرتك ايه؟ شهرتي ما بلاش بقى، لا قول. شهرتي البرو. ما علينا طب نتكلم، كنت من ناشئين المقاولين. أولا رحت ازاي الاول؟ كنت في نادي المنيا، ناشئين المنيا. ساعدت في النادي المقاولين دي حوالي 4 5 6 مرات، ما حصلش نصيب. كنت دايما بسافر في نفس الوقت، يعني سافر من الصعيد للقاهرة دي صعب قوي، فكنا بناخد القطر اللي هو بتسطح فوق ده. فكنا مقضينا 3 أيام، كنا في اختبارات، بروح الاختبارات بتاعة المقاولين بتاعة شهر 6. سنة الأولى ما حصلش نصيب، في التانية ما حصلش نصيب، جت في التالتة في الرابعة ربنا كرمني. كان ساعتها أول واحد يختارني من الناشئين كابتن أحمد سعيد. كابتن أحمد سعيد ده من الشخصيات المحترمة جدا في نادي المقاولين. ربنا كرمني في ناشئين المقاولين، كابتن احمد سعيد اللي مسك مع كابتن حسن شحاته في الجهاز. اللي مع كابتن حسن شحاتة وكابتن محمد عودة، امم دايما كانوا مع بعض. اه. ودلوقتي ربنا كرمني ومضيت، قعدت في السكن. ساعتها ربنا كرمني بحوار السكن ده، امم كان حوار كبير قوي قوي قوي، اللي انت تسافر وتيجي تسافر وتيجي دي. اولا المصاريف امم كانت لسه الدنيا مش احسن حاجه، بس الواحد كان بيسعى. فربنا كرمني بنادي المقاولين. طبعا هفضل اقول ان انا فخور جدا ان انا لعبت في نادي المقاولين، وواحد من ابناء نادي المقاولين. نادي ده من اعظم نوادي جت في التاريخ، افريقيا. طبعا. يعني والله ما كلام. نادي المقاولين ده فيه امكانيات جباره، بس الظروف ما بتخدمش يعني انت بتتكلم في نادي المقاولين ده بعد الاهلي والزمالك في البطولات. طبعا. يعني دي حاجه تتحسب لهم. تاني حاجه، ابتديت بقى العب في السن بتاعي، بصعد، جه منتخب الشباب مع الكابتن طبعا علاء ميهوب وكابتن ياسر رضوان وكابتن احمد فكري الصغير. مم. ربنا كرمني ورحت معاهم. كان جيلك مين في كان المنتخب؟ جيلي لا كان جيلي بقى اللي هم حاليا عتاولة، بسم الله ما شاء الله. انت مين؟ بتتكلم جيلي زيزو، جيلي محمد هاني، مجدي قفشه، عبد الله جمعه، محمد عبد الله. مم. بتتكلم رمضان صبحي، كريم نيدفيد، سمارة. سماره. مم. لا ناس كتير مش عاوز انسى حد. جيل 96. جيل 96 مم. كان جيل، يعني بسم الله ما شاء الله كويس قوي. كنت بتروح المنتخب على طول؟ الحمد لله كنت بروح منتخب، كانوا مسميني لاعب الجوكر، يعني باك رايت، باك ليفت، سيرد باك، ديفندر شغال. كان ليك اسم شهرة تاني؟ لا، كان ليا اسمين، كان ليا اسم الافريقي اه. ووزة. اه. يعني ده الاسماء اللي كانت ساعتها بتردد في، اه. عشان انا كنت عامل، يعني شعر كبير، وكنت بحط دايما حاجه كده مم. بندانه كده، فدايما كنت تحس ان انا لعيب افريقي. مم. فهو كان بيطلع عليا الافريقي. مم. فالدنيا حلوه يعني الحمد لله، كنت بروح منتخب، كنت مبسوط جدا. كنت انا اللعيب اللي في مصر مواليد 96 مع المنتخب بتاعي اللي هو 95 اللي كان ماسكه. انا اللعيب الوحيد اللي بلعب ناشئين وبروح معاهم فريق اول، بروح منتخب. مم. يعني كل اللي كان موجود في المنتخب كله بيلعب فيرست تيم، بيلعب مع نادي، كان دايما يطلعوهم عشان يبقى ليهم اولويه يروحوا المنتخب. مم. فحته اللي انا ابقى في وسط الناس دي وانا في الناشئين، لا دي حاجه كان الحمد لله تتحسب لي، وتتحسب لي الكباتن اللي انا اشتغلت معاهم. كابتن هيثم طبعا ما اقدرش انساه، ده من المدربين الجميله جدا. وكابتن محمود العارف، مش عاوز انسى حد خالص. كابتن احمد سعيد، كابتن محمود العارف، ناس كتيره، لا ناس، كابتن زيزو صغير، زيزو الكبير.
كابتن طبعا ابويا محمد رضوان، يعني الناس دي مش عاوز انساها عشان الناس دي بقى بعد فضل ربنا خلتني في مجال الكرة يعني ماشي كويس فيه. فجت بقى ساعتها كابتن حسن شحاتة طبعا مسك المقاولين. انا كنت فخور جدا جدا ان انا اتمرن مع الكابتن حسن شحاتة طبعا. وبعدها جه الكابتن حسن، جه الكابتن طارق العشري، برضك فخور جدا انا اتدربت مع كابتن طارق، كان بيحبني جدا. طبعا مش هنسى اقول لك ان انا يعني جت فتره كان سن 19، كنا ساعتها بقى لنا سنه اللي هي السكند، فربنا كرمنا وطلعنا ايه فريق اول. كنت انا وصعدت انا وكام لعيب كده منهم اسلام مسعود ومحمد جمال وابي ياسر. ومهاب ياسر وعبد اللطيف، يعني برضو لعيبه كويسه جدا جدا. ربنا كرمني ومشيت معاهم سنه كويسه وسافرت معاهم البرتغال، يعني كانت حاجه جميله جدا. وحظي اللي انا سافرت مع يعني زي ما بقول لك ايه بالعربي عتاوله الكوره. الحمد لله يعني الواحد لعب مع عتاوله الكوره. الناس ممكن ما تعرفش معتز اللي هو لعب يعني كوره في الايام دي الدرجه التانيه برضو مش متصيطه قوي، مش احسن حاجه، وممكن اصاباتي كده يعني مش على الساحه. فربنا كرمني بيجي طبعا كابتن حسن شحاته اللي انا سافرت معاهم، والكابتن طارق العشري كان ساعتها كابتن رضوان هو اللي سفرني معاه، صعدني وسافرت معاهم. يعني اقول لك اسماء من ورا تخد: كابتن معتصم سالم، كابتن محمود ابو السعود، كابتن محمد عبد الواحد طبعا، نجم الزمالك المدرب العام لمنتخب مصر. اه المدرب العام، كابتن حسام عبد العال اللي انا بحبه جدا. لا كتير كتير، فكرني انت ده برضك عارف الناس دي. كابتن محمد فضل، كابتن شوقي. محمد شوقي، كابتن جدو، كابتن محمد زيدان، مارادونا. مارادونا، عمر جمال. عمر جمال. لا ده عمر جمال ده قصة تاني، ده عسل ده. ده في حتة تانية، يعني من أحرف ناس جت في مصر ما خدش بجد. حقه. بس ما خدش حقه، بس هي الكورة كده، الكورة عمرها ما هتديك زي ما انت عايز. كورة يعني في اللي احنا فيه الكورة ظالمة. مم. ظالمة مش معنى اللي هي ظالمة بتيجي عليك، لا هي بتيجي عليك في أوقات انت تكون كويس، ما تحصلش ما تجيش معاك يعني سكة بمعنى صح اللي انت تتصاب، مم. لا قدر الله يحصل لك حاجة في عيلتك. فأنا حصل لي كده كذا موقف يعني مش أحسن حاجة. كلمني بس الاول عن اعاره دمنهور. اه انت اول ماتش دوري ممتاز لعبته كان سنه كان كام؟ دمنهور 2000 15 او 14؟ 2014. 2014. كان ساعتها قدام المصري. انا فاكر الماتش ده. اه كنا الساعة 7، كنت أول مرة ألعب ماتش رسمي دوري ممتاز. دوري ممتاز من خلال المقاولين، طلعت إعارة دمنهور. برضك كان معايا الناس جامدة في الكورة، كابتن عفروتو، كابتن عبد الله جلال، كابتن كوارش، لا ناس كتيرة، وكابتن أكا دلوقتي كان اللي هو مدرب فاركو حاليا، مم. كان هو ساعتها احمد المدرب خطاب. كان جون. المدرب الجون بتاعنا. مم. تيجي بقى يا معلم حوار بقى ايه دمنهور لعبت فيها 6 شهور، رحت 6 شهور. مم. رحت انا واسلام صاحبي، كنا طالعين من نادي ناشئين ولعبنا سنه كده مع الفريق الاول، بس ما كانش في نصيب اللي احنا نشارك كده. فطلعنا 6 شهور اعاره مم. مع كابتن احمد، دكتور احمد عاشور الله يرحمه. الله يرحمه. كان ساعتها كان قبلها كابتن محمد عمر وكابتن نور، كان دول ماسكين دمنهور، بس ما حصلش نصيب، وكملت مع الدكتور احمد عاشور الله يرحمه ويسامحه يعني. فكملت معاهم، لعبت الحمد لله حوالي 4 ماتشات، لعبت الاسماعيلي، لعبت المصري، لعبت الاتحاد، لعبت ماتش تاني اعتقد بس مش دجله، لعبت دجله. على اول ماتش العبه فين؟ اول ماتش العبه فين؟ العبه على استاد المقاولين مم. اللي هي النادي بتاعي. مم. كنت لابس رقم 33 ملعبك. ملعبي. مم. انا ساعدت في الملعب ده يعني بص على ايدك يعني. كان ساعتها الباشمهندس خالد ماسك الملعب. كنت عادي يعني بنسقي الملعب مع بعض، يعني تحس ان انت في بيتك. عشت معاك. عشت شويه ايام حلوه بصراحه. فجيت بقى رجعت السنه الجديده ربنا كرمني ورجعت. كان ساعتها مسكنا كابتن طارق العشري. الحمد لله اول ماتش كان فيه دروب حصل بينا كده يعني. لا قبل دي اكلمك على سفريه البرتغال. جينا اول السيزون قال لك فتره معايشه 15 يوم لفريق المقاولين عشان خاطر كابتن محمود عزت وعلي فتحي لما راحوا البرتغال. البرتغال ماديرا. ماديرا. فروحنا بقى قضينا 15 يوم جمال. يعني البرتغال دي يعني من اجمد بلاد شفتها. بلاد تعرف اللي هي بلد فقيرة بس كويسة جدا ونظيفة وكلها جبال، وتطلع فوق تحس انت قاعد مع السحاب. انا رحت المعسكر ده، رحت انا وصاحبي اسلام وكان معانا طاهر. رحنا ربنا كرمنا
خدنا خبرات، رحنا كنا مع الفرقه دي. تفرق قوي لما انت تسافر مع لعيبه كبيره، طبعا تبقى حاجه بالنسبه لك فيها احترام. والناس اللعيبه الكبيره دي مش عاوز انسى حد، علمونا الاحترام في الكوره بجد. يعني علمونا نحترم الصغير قبل الكبير والكبير قبل الصغير، علمونا اللي احنا نحب الخير لغيرنا، علمونا حاجات كتير. فتيجي بقى ربنا ما حصلش نصيب في المقاولين، رجعنا. ما كناش احسن حاجه في اول 5 ماتشات. ربنا يكرمني، كابتن طارق العشري، كابتن محمد رضوان طبعا ربنا يشفيه ولسه زي ما هو يعني. كان حصل له ازمه صحيه كده، مشي ساعتها وجه كابتن طارق العشري. كابتن طارق العشري يعني انا هفاجئك بحاجه. انا كنت بتمرن كده كنا جايين عارفين كابتن طارق العشري ما بيحبش العيال الصغيره. فاحنا جايين يعني لاعب الكوره برضك بيبقى جاي همدان يعني. يا كابتن ما هيمرني يومين وهنزل كده ناشئين. مش هلعب. امم جينا بنلعب تقسيمه في الثانيه، فانا ايه بقى الباور عندي زياده، عمال بقى انت عارف اخوك ديفندر، فتكالنج بقى وتعوير وايه هو بيحب كده على فكره. جدا. ما انا ما اعرفش بقى كده، انا جاي لك. فلقيت كابتن طارق العشري حصل لي كده اجهاد في الخلفيه، فحصل مشكله تاني يوم، فنازل واقف مع اللعيبه. فالدكتور قلت له طب انا مش هقدر اجري، انا خايف احسن اتمزق. فقال لي طب اصبر اقول لي كابتن طارق العشري. فقال لي كابتن طارق العشري معتز مش قادر عنده خلفيه. جه يا معلم بقى راح قال كلمه كده، انا ساعتها كنت عايز الارض كده تبلعني وتقول لا انا جاهز مفيش حاجه. قال لي يا عم معتز، مال مين اللي هيخبط في الدوري ومين اللي هيلعب معايا؟ هو قال لي الكلمه دي وانا تحس رجلي ما فيهاش اي حاجه. قلت له يا كابتن طارق براحتك، انا بص انا جاهز. فخدت فتره كده اتعالج فيها اسبوعين. بعد كده ربنا كرمنا ورجعنا، كان عندنا ماتش بتروجيت. كنت انا وطاهر ومهاب في السكور واسلام مسعود. كابتن طارق العشري يعني جريء، ما بيهبش بقى مين صغير كبير، لو اللي بيديله هيلعب. ربنا كرمني وكان اول نزول ليا كان في الدقيقه 65 الشوط التاني. نزلت وطاهر جاب جون عالمي. كان الاسيست ده مني انا الحمد لله، اللي هو عدى جري 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 وبالشمال راح جابها في السوكه. فدي كانت بدايتي مع كابتن طارق. كان وشنا اللي هي التفاؤل، يعني حاجه كويسه اللاعب صغير ينزلوا ونكسب، وكان نادينا كتير ما بنكسبش خالص. فربنا كرمنا وكسبنا، وابتدينا بقى نخش في يعني كمعتز اخش في السكور باستمرار. العب ماتش وممكن ما العبش التاني. كان وقت بقى اللي هي دلوقتي مش وقت انت تلعب، وقت اهم حاجه الفرقه تطلع من اللي هي فيه. فربنا كرمنا وعديناها والدنيا تمام. جه ساعتها كابتن طارق اخر السنه الدنيا مش احسن حاجه، فربنا كرمه. كابتن عوده كان ماسك المساعد، مسك الفرقه. كابتن عوده لعبني اخر ماتشين، كان ماتش الحرس. خلاص انا فاكر محمد حمدي ده الماتش. محمد حمدي، انا ومحمد حمدي. محمد حمدي ما كانش بيلعب خالص، نجم بيراميدز دلوقتي. كان محمود شديد وكابتن محمد سمير، ناس كتيره. ربنا كرمنا وفنشنا الدوري ولعبنا كويس والدنيا حلوه. جه بقى اخر السيزون، خدنا الاجازه بتاعتنا وبلغوا الناس. انا ساعتها بقى حصل لي كام حاجه كده يعني اخرتني في الكوره شويه. اول حاجه روحت، اخويا الله يرحمه مات. الله يرحمه. يعني حصلت كده ازمه عنده كده، ويعني الله يرحمه مات. ف... فعاز اخويا بعدها بيومين 3 لقيت النادي بيكلمني بيقول لي يا معتز شكرا، مش هتقدر تكمل معانا، ربنا يكرمك في اللي جاي. دي الصدمه التانيه. والله قلت الحمد لله واللي عاوز ربنا هيكون. جيت بقى رحت على اتحاد الشرطه. اتحاد الشرطه كان لسه في الممتاز نازل اخر بقى. سنه، لسه نازل. بصراحه يعني من اجمد نوادي لعبت فيها. نظام وسياسه، وكان ساعتها عتاوله الكوره برضو انت كان بتروح. المدير الفني كابتن وائل الأباني. لا لا مش المدير الفني كابتن ماشي. الباني. كان لسه كان المدير الفني كان كابتن، كان اجمد مدير يعني اجمد جهاز اتكون في فرقه، اللي هو كانت ايام الدي ام سي اللي هي بتذيع الماتشات. كان كابتن طارق السعيد، كان كابتن وائل صح. الاباني، كان كابتن بشير طبعا. التبعي، كابتن وليد ابراهيم. صح. طقم كله زملكاوي. عملوا معانا اللي ما اتعملش، احلى معسكرات بقى. وانت عارف برضك الناس دي بروفيشنال، فبيخلوك في بليفل كويس قوي. وبرضك يعني اسمهم بيخليك الفرقه لها يعني اسم برضه مع اسم النادي اتحاد الشرطه. وكان ساعتها احمد بيه بدور وناس ناس جامده قوي، يعني ناس اسماء جامده قوي. ربنا كرمنا ورحت السنه دي عملنا نتائج كويسه. لعبت 3 سنين في الشرطه. لعبت سنه في الممتاز بي اللي هي دي ام سي. سنتين في الممتاز بي، سنه نزلنا درجه ثالثه.
سنه يعني بص برضك اقول لك تدبير ربنا ورزقه. يعني انا في السنتين دول كنت كويس، جه السنه اللي انا نزلت فيها درجه ثالثه عملت احسن سيزون ليا في الدرجه الثالثه. هتقول لي الليفل قليل، لا والله الليفل قليل. طول ما انت بتنزل بالكوره في الليفل قليل من تحت الكوره بتبقى صعبه. ليه؟ مفيش سيستم كوره. يعني انت ممكن كان مثلا كدفندر تعمل سكان وتلف وتمشي، تلاقي واحد بيجري غلط يقطعها منك ويخلي شكلك وحش. فحته بقى اللي انا كنت كابتن فرقه دي كانت مديها لي ثقه كبيره قوي. كنت بلعب يعني وانا حاسس لنفسي حاجه كبيره كده الحمد لله. فعملت سيزون جامد قوي، منها خلالها كابتن تامر مصطفى خدني في كوكاكولا، وهي دي كانت البدايه ليا كوكاكولا. رحنا ساعتها كنا بنلعب في الدفاع الجوي. اول سنه لكوكاكولا كنا هنهبط. يعني بص توفيق ربنا برضو للهبوط للسنه الثانيه صعود. هم حاطين مشروع 3 سنين. كان الباشمهندس مجدي، الراجل ده يعني صح، انا اسف يعني، عاوز ارجع للباشمهندس شريف حبيب. من اجمد الناس اللي مسكت رئيس نادي، راجل عقليه كبيره قوي، وهو سبب صلاح والنني. كابتن صلاح وكابتن النني. يعني الناس دي اللي هي ال 25% ال 12 نسبة إعادة البيع دول يعني لحد باشمهندس دلوقتي شريف موجود حبيب في هو مصر. اول واحد عملها. صح. يعني هو واحد عملها في مصر. النسب دي يعني انت بتتكلم طلع اتنين، بص الاتنين بسم الله ما شاء الله. انت بتتكلم برضك ان كابتن نني برضك في مكان كويس دلوقتي طبعا. وراجل لعب في الارسنال كتير 8 سنين. 8 سنين. انت توب بتتكلم ليفل. برضك في حاجه كبيره قوي والناس بتحترمه لغايه دلوقتي، وهو يعني في مقامه كبيره قوي. تيجي طبعا الكينج محمد صلاح. طبعا ده في حته تانية. هو اللي خلانا لينا شكل، هو اللي خلانا لينا اسم في كل حته. يعني اول ما تيجي اسمه، لا طبعا هو كون انا فخور بيه. اللي انا حضرت شويه كده هو كابتن نني، كابتن صلاح وكابتن نني حضرتهم في التمرين شويه. انا بالنسبه لي انا فخور جدا بنفسي. هي توفيق ربنا، والله مهما تعمل هي توفيق ربنا. لكن مفيش حد يقول لك انت ما وصلتش ليه، لا هي تدبير ربنا. ممكن ربنا يشيلك من هنا يديك في حاجه تاني. صح. انا بقول للناس اوعى تزعل في حاجه، بس تزعل لو انت قصرت. انا عمري ما زعلت، حتى لو ربنا ما ادانيش اي حاجه والله ما ازعل. ليه؟ عشان انا تعبت. فهنرجع بقى للخطوه الاخيره اللي احنا كنا بنتكلم فيها، اتحاد الشرطه. السنه الثالثه اللي انا من خلالها رحت كوكاكولا الحمد لله عملنا سيزون كويس، بس كنا في القاع تحت في اخر 3 الهبوط. بس على حظنا الحمد لله الهبوط اتلغى. ربنا كرمنا بالسنه الثانيه، كنا حاطين مشروع 3 سنين صعود. السنه الثانيه ربنا كرمنا، كنا ماشيين قوي. اول 5 ماتشات كويس، حصل دروب. كان الكابتن محمد عبد الله طبعا من المدربين الكويسه اللي مسكتنا. تيجي مسكنا 5 ماتشات ما كانتش الدنيا مش احسن حاجه. كسبنا 5 ماتشات بس بعد كده الدنيا مش احسن حاجه لغايه لما فنشنا الدور الاول كنا الاخير. اتمرنت على كابتن تامر مصطفى. كل اللي اتمرنوا معاه بيقولوا لي ان هو مدرب كبير جدا. لا هي مش مدرب كبير جدا، ده مدرب جامد قوي قوي قوي. كابتن تامر مصطفى ليه سيستم. المدرب دايما اللي ليه سيستم بينجح، سواء بقى انت بقى ماسك فرقه صغيره فرقه كبيره فرقه اكبر. كابتن تامر مصطفى ده يا جدعان انا مهما اتكلمت عليه مش هديله حق. والله من المدربين الجامده قوي في مصر، بس ياخد فرصته. يعني نادي كبير يعني بجد شخصيه يعني محترمه جدا. جدا. قبل كل حاجه شخصيته بره الملعب وجوه الملعب جمال جدا. تيجي بقى في التدريب، لا كبير قوي. راجل كبير قوي. احنا صعدنا في كوكاكولا كنا الاخير. جه يعني قال لنا كلمتين يعني خفاف قوي، يعني اللي ما شدكش اللي احنا لازم نصعد. جه قال لك انت الاخير في الدوري، هتطلع بره الدوري تاني فين؟ يعني هيطلعوك بره الدوري، بره ال 18 فرقه، هيطلعك تاني فين؟ فجينا بقى حط نظام. رئيس نادي، لعيب، مدير فني، اداري. كل واحد خلى يعمل شغله كل بس. واحد يعمل شغله وبس. تمرينات اتعب، كان بيعمل تمرينات ممتعه، يخلي اللعيب يجي. يعني انا بكره يلا انا هنام عشان بكره في تمرينه بكره كابتن تامر مصطفى يعملها. كنت تبقى مبسوط وانت رايح جدا. خلانا نحب الكوره نحب التمرين بتاعه. عشان كده كنا بنلعب واحنا بنحب الكوره. كابتن تامر بتاع كوره. وانا بكلمك دلوقتي بتقول لي كابتن تامر مصطفى ليه طريقه لعب، ليه شكل، ليه كابتن سيستم. تامر مصطفى باقي المدربين ايه؟ لا بص اقول لك على حاجه. انا الناس اللي اقول لك اللي اتمرنت معاها يعني لا. اتمرنت مثلا بتاع مع 6 مدربين كبار. يعني اتدربت مع كابتن حسن شحاته، اتدربت مع كابتن طارق العشري، اتدربت مع كابتن محمد رضوان، اتدربت مع كابتن تامر مصطفى، كابتن توفيق صقر، كابتن شديد قناوي، كابتن اللهم صل على النبي
مش عاوز انسى حد. كابتن محمد عبد الله. مش عاوز انسى حد يعني. الناس دي يعني كل واحد فعلا ليه طريقه. بس في ناس مالهاش طريقه خالص، لا في بصراحه يعني مالهمش طريقه. ما لهمش طريقه، بس ده سيستم لعب. هو بالنسبه له سيستم لعب، اللي هو ما عندوش طريقه لعب ده سيستم لعب بالنسبه ايه، اللي هو بيلعب على سيستم واحد اللي مثلا علق جوه عشان خاطر، ما هي على حسب الدرجه ما برضو. دي مش طريقه برضه. بص انت بتتكلم صح، هي مش طريقه، بس في بعض الطرق نجحت تنفع مع الدرجه. مع الدرجه، هي دي اللي بكلمك فيها. بس كابتن تجمع تامر نقط. بيلعب كوره. لا كابتن تامر بعيد عن يعني، بسم الله ما شاء الله، بيلعب كوره قوي قوي، وبيقول لك العب ما تخافش. يعني يعني في اوقات يبقى خسران واحد واتنين يقول لك العب طريقتي ما تغيرهاش. ويعني بتيجي على اوقات لا بنعدل النتيجه وبنكسب. ليه؟ سيستم، هو سيستم، انت هتنجح بالسيستم. يعني هو افضل مدير فني اتمرنت معاه. انا بجد من افضل المدربين اللي اتمرنا عليه طبعا. انا مش هقدر اقل من يعني فاهم، ما ينفعش طبعا. كابتن حسن شحاته تاريخ، انت بتهزر. كابتن حسن شحاته وكابتن طارق العشري دول ناس طبعا. يعني محدش يقدر يقول عليهم اي حاجه يا راجل. انا فخور ان انا اتدربت مع كابتن حسن شحاته، اللي هو يعني في يوم من الايام اللي انا اتمرنت مع الراجل ده، اتمرنت مع الراجل ده. لكن كابتن تامر مصطفى عشان خاطر يعني في الدرجه بتاعتنا نزل لنا ومسكنا وصعدنا بيهم. لا انا فخور جدا مع كابتن اللي انا اتمرنت مع كابتن تامر، واتمنى ان الراجل ده ياخد فرصته كبيره قوي. يعني بص عامل نتائج كويسه مع الاسماعيلي، والاسماعيلي يعني في حاجات كتيره تعطل اي حد، وناس كتيره حاولوا يعني قبلهم. الله يرحمه طبعا كابتن ايهاب جلال. الله يرحمه. يعني ده مش طريقه لعبه قريبه. تعرف اللي هما الاثنين يعني هم في اللعب اه. يعني، وقريبين من بعض واصحاب. فدي حاجه حتى كويسه. الشخصيه بره. المدرسه بتاعت كابتن ايهاب جلال دلوقتي هي مدرسه كابتن تامر، فدي حاجه كويسه. وطبعا مش عاوزين يعني في الوقت ده الناس اللي معايا كابتن رضا الفداوي، كابتن محمد مصطفى، كابتن حمد، لا ناس كتيره. فانت نقط كتيره. فدي كانت اخر مرحله ليا في كوكاكولا. صعدنا، احلامك كلها بقى يا عم نور اتحطت، صعدت ممتاز. احلامك كلها ترصص يعني بترصها انت ونايم. انا هلعب ممتاز، طب انا الماتش الجاي ان شاء الله لما العب قدام كذا انا هكسر الدنيا، انا هجيب عربيه، انا هجيب شقه، انا هتجوز. فانت حطيت احلامك، فجاه احلامك كلها طارت. وهي دي عيب الكره المصريه، احلامك طارت في حاجات صعب عليك، اللي انت تعبان سنه او سنتين متمرمط بتاخد ملاليم في الكوره، والناس فاكراك اللي انت بتاخد ملايين. الدرجة التانية مش متشافة خالص. الناس اللي بتفكر ان احنا بنلعب كرة، والله احنا بنلعب كرة عشان بنحبها بس، لكن كفلوس واللي هي تنقلك نقلة من الدرجة التانية هو بص. وقتها ما كانتش فلوس، دلوقتي المحترفين قليل بياخدوا فلوس والله، كويسه. قليل برضه، مش الفرقة كلها والله. صح. فهنيجي نتكلم في النقطة اللي انا بكلمك فيها دي، اللي هي حلمك ضاع في ثانية. مم، برضه هي تدبير ربنا. بس الناس الطبيعي اللي هي تفهم ليه بتضيع حلم واحد تعب في فرقته. في مدربين بتقول لك احنا عايزين لعيبه الدوري الممتاز ماشي، واللعيبه الكبيره، انا معاك، بس ما مشيش بس ما السكواد مشيش كامل. فرقة، صح. ما مشيش سكور كامل، ما مشيش 24 لعيب. يا اخي يعني مش هقول لك تراضيهم، لا خلي حوالي 10 اللي يستحقوا. يا عم خلي 15 وشوفهم عن طريق على مدار السنه، مش عاجبك مشيه، لكن ما تمشيليش الفرقه كلها. فجه ساعتها مدير سبورت، اللي هي مدير فيوتشر حاليا دي، اللي هي مدير سبورت دلوقتي، اشترى النادي. اشترى النادي. ساعتها محدش قعد من الفرقه، بس للاسف هم مشونا في وقت متاخر. ليه؟ كان انت صعدت. دايما الفرقه اللي بتصعد تبقى عليها عروض كتير، ايا كان انت بقى لعبت ماتشات ما لعبتش ماتشات، انت يعني الناس الاولويه ليك انت كفرقه، بيبقى اولويه مثلا للعيبه. انت بتبقى مثلا كل حاجه بالنسبه لك انت رقم واحد في الفلوس، في كل حاجه، في اللي انت تروح اجمد فرقه اللي هي كانت ما صعدتش مثلا. كان ساعتها معانا فرق كتيره قوي، فرق كبيره قوي. فحصل نصيب، كلنا اتفرقنا في اخر قبل ما القيد بيقفل ب 15 يوم. رحت فين؟ رحت المنيا. يعني كنت انا ناس كتير كلموني اتصالات. لا في كتير، ابو قير، في كام فرقه كده محترمه كلموني، وكلموا اصحابي برضو. بس يا عيني انت اخر 15 يوم كله قفل السكواد بتاعه، الا بقى لو واحد عارف مين معتز، عارف مين نور. هي جربوا قبل كده. بتيجي كده. فربنا كرمني ورحت سنه مع كابتن شديد. دي اسمها سنه ايه؟ استثنائيه. رجعتني تاني.
رجعتني تاني بجد. يعني انا لعبت في نادي المنيا مع كابتن شديد. جنب البيت بقى. والله والله يا نور اقول لك، نادي المنيا ده بيصيط اي حد، وانا فخور جدا ان انا لعبت في نادي المنيا مع الكابتن شديد بالذات. جنب البيت يا معلم، والدنيا حلوه، وقاعد تمرين للبيت ومن البيت للتمرين. ربنا كرمني وعملت ارقام كويسه فضلت يعني. سنه واحده. مضيت سنه واحده، لا يعني مضيت سنتين، بس الناس قالوا لي لو انت حبيت تمشي براحتك، الناس علاقتك يعني كويسه بيحبوني بالنادي. جدا. لعبت سنه كويسه. لعبت سنه بفضل الله كويسه، عملت فيها حوالي كانت فيندر، عملت 7 تجوان حلو قوي. وعملت 12 اسيست. يعني بالنسبه لي كانت فيندر كيمياء 6، لا اه. كويسه جدا. مم. فعملت سنه كويسه، جه ربنا كرمنا، كابتن محمد عبد الله مسك بايونيرز اللي هي بتاعت الحاج محمد عطيه. نادي نادي حلو خاص ده. كده، نادي جميل جدا. مم. والراجل ده يعني في غيابه الواحد بيشكر فيه. عمل نادي وعمل منظومه كويسه جدا. بس الظروف بحري يعني ما حبيتهاش. الوجه بحري في الكوره مش احسن حاجه مم. بجد. يعني ممكن وجه الصعيد مقبول شويه، مم. لكن وجه بحري مش احسن حاجه. بس في نوادي طبعا كبيره قوي 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 هناك بس ما واسماء. استريحتش في المجموعه. بس ما ارتحتش قوي في المجموعه. مم. لعبت سنه، بعد كده رجعت هنا رجعت فين؟ كيما اسوان. مم. ساعتها كابتن عيد مرازيق، مم. ده بقى من الشخصيات المحترمه جدا. راجل برضو مدرب كبير جدا. رحت معاهم بس حصل لي دروب. يعني هي دي برضك اللي بقولها للناس، حصل لي دروبات كتيره قوي فالناس مش حاسه بيها. مم. وفاة ابويا ربنا يرحمه، الله يرحمه. مات برضو، عطلتني شويه. مم. رحت كيما اسوان. رحت اول السيزون، بس رحت قبل ما القيد يقفل ب 15 يوم. ساعتها كان حصلت مشكله في الاداري، والاداري عمل غلطه كبيره قوي دي يعني معروفه. 9 لعيبه ما تأيدوش بسبب الاداري، يعني اتاخر شويه في القيد اللعيبه. نهار أبيض. فجاه راح اخر يوم والسيستم قفل. قعدوا في البيت كده. فتحوا لنا السيستم ساعتين، كان حوالي 23 لعيب ما تأيدش 9 لعيبه. نهار ما أبيض. صعب قوي، انت مم. بتتكلم 19 لعيب وعقودات تملى وحاجات كبيره قوي. مم. حصلش نصيب، ربنا كرمني وما حصلش نصيب وقعدت قعدت 6 شهور في البيت. 6 شهور في البيت. بس ربنا اسمه العدل، ربنا كرمك، يعني بيكرمك من حاجه تاني. والله والله 6 شهور ده ربنا كرمني بحاجه كده تراضيني، يعني عن ال6 شهور بتوع الكوره. فربنا ليه وقت بيقول لك كن فيكون بجد. اللي انت تكون قريب من ربنا وتشتغله بس. حتى مهما حد يتكلم عليك، مهما حد يقطع فيك، عادي، ده وارد. وارد، ممكن اللي بيحبك ده بيقطع فيك وممكن بيكرهك. اصل يعني عليه الصلاه والسلام، الرسول عليه الصلاه اه. والسلام ما حدش كان بيتفق عليه. يعني الناس كتيره كانت بتتمنى له الاذيه. ده الرسول عليه الصلاه والسلام يعني. فاحنا بشر. مم. فدايما ما تزعلش، احتسب عند ربنا. ايا كان مين بيكلمك، ايا كان مين جه عليك، احتسب عند ربنا. رب الخير لا يأتي إلا بالخير. ممكن ربنا والله يجي عليك دلوقتي، بس هو بيجي عليك عشان خاطر عاوز يشوف قوة صبرك، تقرب منه، تبقى عقليتك كويسة، ما تزعلش من حد. التسامح ده عند ربنا حاجة كبيرة قوي. فأي أنا بتكلم من معاك هنا. أنا أول مرة أطلع على فكرة مع حد والله، وناس كتيرة كلمتني، بس أنا مش حابب. بس أنت عشان صاحبي وعشرة عمري اخويا. مم. طلعت معاك، وعشان أنت بصراحة البرنامج بتاعك جميل جدا. حبيبي يا بودكاست عمر. يعني ربنا يكرمك واشوفك مبسوط. فمن ساعتها بقى يعني اتكلمنا في نقطة. عملت ايه بقى في كيما اسوان؟ مشيت ولا؟ لا، قعدنا 6 شهور. بعد كده وربنا اتأيدت. كرمنا تأيدنا آخر ال6 شهور. لعبت 6 شهور. لعبت 6 شهور مع الكابتن عيد والدنيا تمام والحمد لله. الدنيا مش أحسن حاجة، ما عملناش نتائج كويسة. مشيت. وآخر حاجة كنت قاعد في البيت. فبعد فضل ربنا جندية وبلية دول أصحابي، قاعدين في سكن واحد. الناس دي اخواتي من ايام كوكولا واحنا مع بعض. مم. لعيبة كويسة. تيجي طبعا. مم. تيجي لعبوا دوري ممتاز برضه. طبعا الاثنين كان في الاثنين في بيراميدز. واحد راح دجله والتاني اف سي مصر. اف سي مصر. مم. جينا بقى وأسوان. اسوان. بلية. لا اسوان ما لعبش بيلي ما لعبش في اسوان، انت قصدك لعب في بلية النادي. تاني بقى. لا انا بيليا تاني مم. محمود عيد. مم. المهم الناس دي بتلعب في النصر. مم. بالصدفه قالوا لي تعالى معانا النصر. فانا يعني ما بحبش، يعني انا من زمان الناس، يعني حابب اقول لك حاجه، يعني الناس عشان تفهمها. الناس بتقول لي انت ليه ما بتلعبش دوري ممتاز؟ ليه صاحبك ما يشوفلكش دوري ممتاز؟ افهم النقطه دي كويس. انا اقسم بجلاله الله عمري ما طلبت من زيزو يكلمني اي مدير فني، وسهله جدا. طبعا. لكن انا مش بحب كده.
بحبش حد يقول لي انت محسوب على حد. انا بنفسي انا لعبت دوري ممتاز قبل زيزو، بالظبط. يعني انا شقيت وتعبت والحمد لله الواحد اتعزز في الكوره. فانا عندي عزة نفس من ناحيه حد يكلمني. حد ممكن يجي يكلمني يقول لي في كذا ممكن تنزل اختبارات، اقول له انزل عادي. انا الحمد لله انزل اختبارات مفيش مشكله، تشوفني في الملعب مفيش مشكله، ليه؟ انا عارف امكانياتي. فجي بالصدفه بيقول لهم يلا عشان نبقى مع بعض في الفرقه. راحوا، انا ما كنتش عارف حاجه والله. كلموني قالوا لي احنا كلمنا الكابتن عليك وعاوز يشوفك. كان كابتن مين؟ كابتن ميدو، يعني من الناس المحترمه. احب برضك اتكلم على نادي النصر، ده جزء كبير قوي. نادي النصر ده من النوادي المحترمه جدا، اللي احنا كنا بنروح مثلا ايام اتحاد شرطه، ايام كوكاكولا، احنا رايحين نلعب درجه تانية الاهلي. هو معروف كده. كان ميدو الهداف كان التاريخي ميدو، حازم ممدوح، حجاج، حمودي، احمد حسين، كلوشه، لا 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 ناس كتير قوي. اسلام عيسى اللي في بيراميدز دلوقتي، كلوشه بيلعب في انبي، عمار عمار. لا 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 النادي ده طلع عتاوله، طلع عتاوله بجد. عمرو النصر دلوقتي بيلعب في فاركو. لعبت معاه في النصر ولا؟ مين؟ عمرو. عمرو، لحقته. يعني انا جيت السنه دي وهو كان مشي. اه اصل عمرو نصر كان معاه في المقاولين، المقاولين، وحد مجتهد جدا جدا جدا. ومن احسن فراوده في مصر، يعني انتظروها الايام الجايه دي. هيروح الاهلي هيكسر الدنيا ان شاء الله. بنسبه كبيره، رايح يعني ربنا يوفقه، وايا كان يروح فين ربنا يوفقه. نيجي نرجع كابتن ميدو. نزلت والله، شوف عشان برضو الواحد سالك وحد كويس الحمد لله يعني. لقيت في ناس بتكلم كابتن ميدو، كنت انا موجود في التمرين وفي ناس بره وكلاء قاعده فوق. فكابتن ميدو عمل تقسيمه وشافني فيها. انا بالنسبه لي مش عيب، انا بالنسبه لي لازم اتعب، وهي دي سنه الحياه. ما اصل ما فيش حد بيعيش على اسمه العمر كله. خلاص، هي انت في الواقع انت فين دلوقتي؟ انت في الممتاز، نزلت درجه ثالثه، اخلع قناع الممتاز، انت في درجه ثالثه. ما تقوليش ان انا لعبت ممتاز ولعبت مش خلاص. هنزل وتتكبر مش هيفيدني بحاجه، صح. بالعكس هيقلني وهيضرني. جينا كابتن ميدو طلع بالصدفه كده، فالوكلاء معاه بتقول له احنا عندنا لعيبه. فلقيت كام وكيل كده بيكلموه، قال له انت معاك صفقه كويسه جدا، ديفندر 6 محترم وبيلعب اي مكان. قال لهم مين؟ قال له معتز نجيب. قال لهم بجد؟ قال لهم انا قبل ما اكلمكم انا اقتنعت بيه في تقسيمه 10 دقائق. انا لو معايش العقليه بتاعت زيزو ومش معايا وصاحبي واخويا معايا باستمرار وتمرين باستمرار، رايحين جايين رايحين جايين، انا ما كنتش كملت الكوره بصراحه. ليه؟ هنروح لها الحته دي برضه. هروح لها. فربنا كرمني، مضيت في النصر 3 سنين. برضو توفيق ربنا مش معايا. لعبت ماتشين، اتصبت. كابتن ميدو مشي، جه كابتن شريف الخشاب، الناس المحترمه. هو الكابتن كفته كان مدير كوره. طبعا هرجع اقول لك رئيس النادي اللي هو اشرف، وكابتن اشرف حامد. الناس دي بصراحه يعني ناس كبيره قوي في النصر، ناس حاجه محترمه. مش عاوز انسى حد في نادي النصر طبعا. الناس دي يعني محترمه جدا جدا جدا، والاداره بالكامل محترمه جدا. جيت اول ماتشين لعبتهم، كان لعبت بور فؤاد، في بور فؤاد. بعد كده جينا لعبنا هنا 6 اكتوبر. من ساعتها يعني الصبت، قعدت فتره بقى طويله، عملت غضروف ساعتها. وبعد كده رجعت، كانت في مشكله برضك في الغضروف، عملت عمليه تنظيف، ما حصلش نصيب. اللي انا لسه راجع الملعب من اسبوعين بس، كان الدوري يعتبر شبه خلص. دخلنا على دوري المحترفين، ما كنتش لسه جاهز. اللي هو دوري الترقي، اللي هو صعدك دوري المحترفين. ما كابتن شريف الخشاب ما حصلش نصيب بعد ما صعدنا بالترقي، كان سبب في الصعود برضو. وكابتن خلف، كابتن محمد خلف طبعا، اللي هو كان معايا في النادي المقاولين. لعبت معاه. من الناس، انا اسف يا كابتن خلف، من الناس اللي كابتن خلف دي ساعدتني في نادي المقاولين. يعني كان بيحتوي الناس الصغيره، كان بيحتويهم بجد. يعني كان دايما بتبقى في احاسيه بين اللاعب الكبير واللاعب الصغير. كنا بناخد جنب. احنا دلوقتي في الكوره حاليا في اللي احنا فيه، احنا مش متربيين في الكوره، لكن زمان احنا اتربينا في الكوره. كنا زمان مفيش حد ينفع يخش الحمام ولا ياخد شاور قبل اللاعب الكبير. ما ينفعش تغير في الاوضه قبل اللاعب الكبير. لكن دلوقتي الدنيا قشطه، فاللاعب الصغير تلبس كوبري اللعيب الكبير. انا كابتن محمد فضل، انا احكي لك موقف دلوقتي على السريع. انا كابتن محمد فضل مسكني قال لي انت يالا انشف كده وارجل وخبط وتكالنج، انت ديفندر. قلت له حاضر يا كابتن. نزلت التمرينه اللي قال لي فيها كده، حظه كانت معاه الكوره، رحت عملت لي تاكلينج، طيرت له ضفره بتاع رجله. قال لي لا انا مش بقول لك تعمل معايا انا كده، والله العظيم يا نور حصل. راح قلت له يا كابتن انا اسف. قال لي لا لا انا بهزر معاك، وده الصح اللي انت تعمله.
فدلوقتي انت بتتكلم كابتن محمد خلف مسكنا، ما كان في سوء توفيق من اللعيبه ومننا ومن الاداره يعني سوء توفيق، سوء توفيق خالص. احنا والله 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 اجمد فرقه في النص، اجمد فرقه في الست فرق في المجموعه. والله العظيم والله العظيم مش بنافق ولا بقول كلام عشان فرقتي، لا والله احنا اجمد فرقه واحنا اجمد لعيبه، كواليتي لعيبه كويسه جدا، بس سوء توفيق سبحان الله هي مش ماشيه. يعني كل الفرق اللي تيجي تلعبك تقول لك انت اجمد فرقه، بس خلاص يعني في بتبقى اوف خلاص هي مش فتره ماشيه. بتبقى كده، وساعات بتبقى ماشيه اه وانت مش حلو. هي دي بقى يعني كولا ما كناش احسن فرقه بس صعدنا. مم. انت دلوقتي احسن فرقه وما بتصعدش. فبنلعب طبعا بقينا 3 ماتشات بنلعبه. طبعا ربنا يوفق كابتن خلف سواء موجود او مش موجود، دي حاجه بدايه ليه، ربنا يكرمه وربنا يكرم اللعيبه ايا كان مين اللي قاعد مين اللي ماشي، يعني ربنا يكرم اي حد. فهي دي قصتي في نادي النصر. حابب طبعا اشكر كل واحد في نادي النصر، عمال، دكاتره، لعيبه، كل واحد فرد في نادي النصر بحب اشكره. يعني انا النادي النصر ده انا دي اول سنه ليا فيه، بس بجد انا حاسس نادي النصر ده لا يا جدعان انا بحبه قوي. يعني حاسس ان انا فيه، يعني حاسس ان انا نفس اجواء المقاولين شويه. ممكن والله. بس نادي المقاولين طبعا ما حته تانيه بيتقارنش ده. ما بيتقارنش. نادي المقاولين ده في حته تانية، في حته في قلبي كده بحبها مهما يحصل. وبروح لحد دلوقتي مع الناس يصعدوا ان شاء هناك. الله. ايه ان شاء الله يصعدوا السنه دي، ده الطبيعي بتاعهم. طبعا. هو الطبيعي ما ينفعش ينزلوا، بس هي تبقى ظروف، كل نادي بتبقى عليه كبوه. بس الحمد لله لموها بصراحه. ما هي دي حلاوه ما هي ده النادي الكبير صح. اللي انت في الوقت ده لازم تقف جنب النادي سواء بقى ايا كان مين. فانا هرجع لنادي النصر، لا انا مبسوط جدا انا في نادي النصر، وان شاء الله هرجع الفتره الجايه دي وهلعب ان شاء الله، هدوس على نفسي واللي عاوزه ربنا في الاول وفي الاخر هو اللي هيكون. يعني دي مستقبليا اتمنى من ربنا يكون فيها توفيق من عند ربنا. بما انك لعبت درجه تانية ولعبت دوري ممتاز، الفرق بين اللعيبه كبير؟ يعني الفروقات بين لعيب درجه تانية والدوري الممتاز فرق كبير؟ بص مش عاوز يعني اجي على حد، لكن والله والله ما في فرق خالص مش هتيجي لحد الا انت من رحم ربي. لعبت الاثنين. الا من رحم ربي. يعني في ناس اهتمام، في ناس مهتميه بنفسها، في ناس لا لعيبه جامده قوي 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 في الدوري الممتاز. لكن احنا عندنا في الدرجه الثانيه والله العظيم لعيبه تلعب ممتاز مرتاح، ولعيبه ما بتاخدش فلوس، لعيبه جعانه كوره زي ما بيقولوا كده، جعانه كوره، عايزين فرصه بس. عايزين فرصه، عاوزين توفيق ربنا اولا معاهم وفرصه حد يصبر عليهم. انا مش بقول لك اصبر عليهم مثلا انت تلعبه سنه سنتين ثلاثه، لا اديله زي ما بتدي بتاع الممتاز، ايده وقدره وشوف هيعمل لك ايه. والله العظيم يا نور والله العظيم معانا لعيبه في الست فرق اللي احنا معانا في دوري الترقي دي، والله العظيم ممكن اعمل لك تيم كامل يلعب ممتاز مرتاح. انا مش بقول مش هقول لك من كل فرقه 10 5، اعمل لك تيم كويس 11 11 يلعب مرتاح ويتوزع على النوادي بتاعت الدوري المصري ويلعبوا يكسروا الدنيا. بس زي ما قلت لك هي المنظومه عندنا يعني لازم في وقت، لازم في ناس يعني تظبط المنظومه شويه بجد، يهتموا بالناس دي. يعني اهتموا بالدرجه، اهتموا بالدرجه الثانيه، اهتموا بدوري المحترفين، اهتم بنظام الدوري الممتاز، اهتم باللوائح. الحاجات دي هتفرق. احنا بنتاخر مش بنتقدم. انت الدوري السعودي والناس دي محدش يقدر يتكلم على الدوري السعودي طبعا. طبعا. انت كنت قد الدوري السعودي ده 100 مره. واشمعنى يعني الدوري السعودي بيحب يلعب الماتشات معاك؟ عشان انت عارف الدوري الممتاز وعارف الدوري المصري وعارف لعيبه الدوري المصري. عارف السيستم بس هي نظام. سيستم. فليه ما نعملش كده؟ ليه كل واحد ما يشتغلش صح؟ لو كل واحد اشتغل صح احنا هنبقى في حته كويسه جدا. عايز اسالك سؤال. ايه يا برو؟ قول. اتمرنت مع لعيبه جامده كتير مم. من الموجودين على الساحه دلوقتي واللي بطلوا وكده، قول لي مين احسن مثلا 5 لعيبه اتمرنت معاهم، وكل واحد اتعلمت منه ايه او شايف فيه ايه؟ انت بتتكلم احسن 5 لعيبه اتمرنت معاهم في الملعب وفي النوادي صح؟ صح. عشان بس ايه ما نضيعش حق ناس. طبعا طاهر ده صاحبي وعشت عمري في المقاولين العرب. طاهر ده من اجمد لعيبه كواليتي. انا بحسه مظلوم يعني. لا مش واخد حقه. بص اقول لك على حاجه، هي الكوره كده. هو دلوقتي طاهر الحمد لله فايق، يعني ربنا يكرمه دايما موفق كده ان شاء الله. لكن طاهر في المقاولين كان حاجه تانية،
طبيعي كان جبار. ان هو في الناشئين. يعني هو طاهر الشخصيه بتاعته حلوه، يعني شخصيته قويه. شخصيته قويه جدا، ودي منجحاه. هو شخصيته الاهلي. ما هي دي انا بتكلم فيها، شخصيه اللاعب، مم. او تشوف اللاعب ده يبقى جامد من شخصيته. هو من صغره هو كده. وهو من ايام الناشئين لا كان طاهر فرقه في ويصعد فرقته، فيرست وكان تيم بيصعد من معانا زمان. وكان بيصعد في الستيم. لا طاهر ايام كابتن طاهر عاشور كان بيخش في الحديد. ايام كابتن حسن شحاته كان طاهر اللعيب الوحيد اللي بيطلع جنب ما بيخافش من حد. لا عشان كده ربنا كرمه. فطاهر اللعيبه اللي جامده قوي. كريم حافظ ما لعبت معاه في المنتخب يا جدعان، كواليتي جامد قوي. كريم حافظ ده لعيب كبير كبير. بحسه برضه ما خدش شخصية. حقه اعلاميا، راجل اه طبعا اه طبعا. دوري فرنسي، دوري تركي، لعب في دوريات يعني كويسه. انا كنت اتمنى يكمل بره، لسه صغير بس نصيبه في. بيراميدز دلوقتي برضه اه بينافس. طبعا. في محمد هاني لعيبه كويسه جدا. في يوسف اوباما اتمرنت معاهم، لا الناس دي لعيبه كويسه جدا. في مين تاني؟ في رمضان صبحي الكواليتي بتاعه جامد قوي برضو. يعني الفتره بتاعته كانت تقيله. يعني انا بقول لك على الناس اللي اتمرنت معاها في المنتخب فتره. بتشوف خطوه بيراميدز بالنسبه له عامله ازاي؟ ضافت له ولا خدت منه؟ لا خدت منه طبعا. يعني انت كنت تتمنى ان هو يكمل في الاهلي؟ انا كرمضان صبحي كان يكمل في الاهلي. حتى لو فرق فلوس كبير. يعني كان كمل في الاهلي بصراحه. يعني ليه كان بيراميدز برضو؟ انت بتتكلم كان الكوره دلوقتي اهلي وزمالك بس. مم. يعني انت بتتكلم اهلي وزمالك بس. مهما كان. مهما كان مهما يحصل مهما يكون. حتى لو فرق فلوس كبير قوي. الديربي اهلي وزمالك بس. الحياه اهلي وزمالك بس. بس هم العيش دلوقتي اهلي وزمالك. بينافسوا. ايه بينافسوا. بيراميدز بتنافس عشان صدقت نفسها. بيراميدز برضو يعني من معاه كواليتي مش طبيعي. انت بتتكلم من اجمد كواليتي في مصر كلاعيبه، سكواد مش طبيعي. تيجي من الحارس مرمى للفرود للدكه، ايا كان مين بيلعب سكواد جامد قوي. فالطبيعي لو هو صدق نفسه ممكن يخش مع الاهلي والزمالك، لكن مش هيعدي الاهلي والزمالك. يعني مهما يعمل مش هيعدي الاهلي والزمالك. لا لسه بدري. لسه بدري عليه. انت بتتكلم في تاريخ. صح. بتتكلم في تاريخ في الاهلي والزمالك. لا بتتكلم في سنين. تاريخ اسمين كبار في افريقيا وفي العالم. يعني انت بتتكلم الناس دي عاملين بطولات وانجازات لا كبيره قوي. ف... نروح بقى لعلاقتك بزيزو ونعرف بدأت ازاي. يعني عرفت زيزو امتى؟ وانا عارف ان انتوا من منطقة واحدة او من بلد واحدة. حوار زيزو بقى ده يعني قول اخويا ما تقولش صاحبي. انا حابب بس يعني اتكلم فيه حاجات كده. تعرف زيزو بقالك كام سنة؟ انا كده انا وزيزو مثلا بنتكلم في 19 سنه بالظبط او 20 سنه. يعني السنه يعني على اخر السنه دي هنبقى 20 سنه. من بلد واحدة. من بلد واحده ومن منطقه واحده. والنصيب اللي هو ربنا كرمني بصاحب. اولا انا ما كنتش عارف زيزو. يعني زيزو ده ما كانش صاحبي. عرفته ازاي؟ عن طريق واحد صاحبي. يعني انا كنت في نادي المقاولين. في نادي المقاولين بسافر وباجي وهو كان في الجي ام جي دجلة. دجله. فربنا كرمني وانا كنت بلعب في المقاولين، وكان هو لسه ما لعبش في نادي. كان بيروح جي ام جي تدريبات فرديه وتدريبات خاصه على مدار 45 يوم وينزل 15 يوم اجازه. بلجيكا. بلجيكا. كان لا قبل بلجيكا اه. اللي هي كانت في العين السخنه. اوكي. اللي هي كان فيها احمد عبد العال، محمد هلال، عبد العاطي، مش عايز انسى حد، محمود شوقي، بوبو. ورضا بوبو. لا الكواليتي لعيبه جت جامده قوي. طبعا. فنيجي نتكلم بقى. كان اعرف صاحبي اسمه مجاهد. هو حاليا ظابط ربنا يكرمه ويوفقه في حياته. يعني كان هو صاحب زيزو. لسه صاحب زيزو لحد دلوقتي؟ طبعا. ولسه احنا اصحاب، احنا الثلاثه ومعانا كريم نيمو. فالمهم يعني خلينا عشان ما انساش حد. الوقت ده كان انا بنزل العب خماسي بقى، مثلا خميس وجمعه اجازه عندنا في النادي فبنزل البلد بنلعب خماسي. عندنا اللعب الجميل ده اللي هو خميس وجمعه. برضو ناس جميله جدا، كابتن ابراهيم صدقي لو تعرفه، اخو كابتن حماده صدقي. كامبا والناس دي، يعني مش عاوز انسى حد، الناس الجميله. فكانوا بيظبطوا لنا اللعب يوم الخميس. فزيزو جه في وقت كان ال 45 ال 15 يوم الاجازه بتاعته كانوا في المنيا. فمحمود مجاهد جاب يلعب معانا، فحظه قال له زيزو كان عاوز يلعب خماسي او كان عاوز يجري ويتمرن. فقال له تعالى العب معانا. جه تفتكر سنة كام الكلام ده؟ والله لا عشان ما اكدبش عليك. يعني بس الكلام ده مثلا من 13 سنه 14 سنه. فجي 2009 مثلا. ممكن او 2010. ممكن 2010. جه كان في ماتش انا بلعب قبلهم. كنت الخميس والجمعه دول بقى انزل من الساعه 6 للساعه 12 في الخماسي ما بطلعش. كنت جبار في الخماسي بصراحه. بعرف العب ويعني عندي حميه عاوز العب اجيب نفس. باور.
جينا زيزو كان جه يتفرج عليا بالصدفه، جه كان في حجز خماسي وهو قاعد يتفرج عشان يلعب الحجز اللي بعده. اه والله يعني انا فاكر اليوم ده كان جه بيتفرج عليا فبيقول لي مجاهد ده لعيب جامد، كان بيتكلم عليا. فمن هنا بقى مجاهد قال لي ده بيشكر فيك وزيزو بيلعب كذا، فصاحبنا على بعض. شهر في اتنين بينا اصحاب قوي، قربنا من بعض، بينا اخوات. مثلا في مشكله عنده في النادي بيحكيها لي، انا في عندي مشكله بحكيها له. بيساعدني مثلا، بيقول لي كل كذا. فهنيجي هو بقى كان في جي ام جي في في عندهم نظام، الحاجات في دي. سيستم. عشان كده هم يعني من اجمل 6 لعيبه جت في ده مصر، باين عليهم، وباين عليهم باين لحد عليهم دلوقتي. دلوقتي، باين عليهم لحد دلوقتي. دلوقتي هو يعني بسم الله ما شاء الله. استحواذ الكرة في رجلهم، كواليتي لا الاستلام. متأسسين صح، لا، في في حاجه فرق كبيره قوي. كبير. وبرضك ده يرجع ماجد للاستاذ سامي. ماجد سامي. مم. يعني برضو الناس دي فكرها كويس جدا. تيجي بعد كده استاذ زيزو، بينا نخرج مع بعض، نسافر اذا كنا مثلا في سفريه نسافرها. مفيش حاجه، كنت دايما بطمن عليه. وصل ل 16 سنه، ربنا كرمه وسافر. خلاص بينا قريبين من بعض. جت الفتره اللي هي اهم فتره في حياتي وفي حياته، بقينا يعني على طول مع بعض في القاهره، سبب نزول زيزو من بلجيكا. بلجيكا. يعني هو لعب فارست تيم في ليرز لعب في دجله ماتش واحد بس. قبل ما يسافر ليرز. اه، اللي هو كان ساعتها ماتش كاس، مم. كان في السكور اعتقد او حاجه زي كده مع الكابتن هاني رمزي. لعب ولا شارك لا 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 ولا على الدكة؟ لا على الدكه، سوري على سوري، الدكة. ما شاركش، لا لا. مم. انا فاكر التمرينه دي، حتى هو حط ضربه جزاء تشيب كده، كان دايما بلوتين بلت يعني، مش فارقه معاه. بارد. بارد. مم. ساعتها لا، طب اقول لك على حاجه، زيزو ما دخلش سكور، ده كريم حافظ اللاعب باك ليفت، اه وساعتها عمل ماتش جامد. زيزو ساعتها بعدها سافر بلجيكا. الموضوع جاله ازاي يعني؟ الموضوع كان مستر ماجد عند السن ال 16 او ال 17 بياخد اللعبه دي وينزل بقى في اوروبا، منها النادي بتاعه اللي هو ليرز. كذا نادي بيعمل تسويق للعيبه. فربنا كرم زيزو، والخواجه اعجب بزيزو وقال له خلاص خليه يكمل معاك. ساعتها كان مين موجود؟ كابتن حسام غالي، مم. كان ساعتها في ليرز مع زيزو. يعني زيزو لعب مع لعب معاه. مم. فجت فتره كده لعب سنه، عمل يعني سيزون كويس بس مش احسن حاجه. السيزون اللي بعده كان كويس، بس انت عارف يعني الاعلام المصري، او مش الاعلام المصري، الاعلام ما كانش جايب زيزو في اوروبا اللي هو واو، يعني مش احسن حاجه. زيزو يعني هرجع اقول لك، زيزو تعرف من خلال نادي الزمالك. مم. يعني زيزو في انت اوروبا عارف كان زمان كويس. كنت بلعب فيفا 2011 و12، امم السكواد بتاع ليرز كان فيه زيزو وهلال ايوه، واللعيبه دي كلها كانوا بس موجودين، احنا عشان ما كناش بس ما حدش يعرف مين فيهم. عشان احنا ما كناش احنا عارفين متابعين في لعيب الدوري مصري بس ما نعرفش البلجيكي مين. او فمش عارفين لعيب مصري، كنا عارفين مم. في لعيب مصري هناك بس مش مم. بتركز معاه. مم. زي ما لعيبه كتيره مصريه بتنزل منتخب الشباب ما بتعرفهاش اللي هي بتلعب هناك. فحصلت مشكله في السنه الثالثه بتاعت زيزو، كان راح لشبونه اعتقد. كان راح سبورتنج لشبونه اصبر، البرتغال. ف لا ناشونال ماديرا ولا سبورتنج لا، لشبونه؟ لشبونه. لشبونه اكيد. مم. اعتقد يعني. مم. المهم نزل، كان ساعتها حصل حوار كده في الفيزا بتاعته اتكسرت وما ينفعش يرجع، فخد ورقه من النادي اللي هو عاوز يسافر ويرجع بيها. فالنادي اداله الورقه اللي هو ينزل بيها، بس النادي البرتغالي. بس الورقه دي ما ترجعش زيزو، كقانون مصري ما ترجعش زيزو. مم. ففضلوا يتكلموا بالتليفونات فاكسات، الدنيا صعبه مش هينفع ترجع، لازم كنت هنا عشان نعمل لك فيزا. فما حصلش نصيب. كان ناجح في البرتغال. بص مش هقول لك ناجح قوي، بس لو كان كمل كان هينجح. مم. فاهم كان ماشي يعني. كويس. كان ماشي كويس، اللي هو اللعيب الطبيعي اللي انت مش من اول مره. صلاح، كابتن صلاح. بلجيكا برتغال بعد كده يطلع شويه. زي كابتن صلاح واحده واحده. اول ما راح بازل كان كويس، راح روما، فاهم قصدي. راح تشيلسي، مش احسن حاجه، هي بتبقى كده. فاهم. الفيزا اتكسرت، فطلع في مشكله مش هينفع يرجع. حصل نصيب اللي هو زيزو ينزل يتمرن مع نادي المنيا، كانوا يتمرنوا. ده الكلام ده 2019. كان بيمين مسكهم كابتن طارق السيد. طبعا الراجل ده راجل محترم جدا، انا على المستوى الشخصي بحبه. زيزو اتمرن مع اللعيبه زيزو طبعا كده فري، فري خلاص النادي مش هيعرف يجيبه تاني خالص. خلاص. زيزو راح جه، راح التمرينه. زيزو طبعا الكواليتي برضه باين يعني، باين الفرق. فالكابتن طارق سأل مين ده؟ قال له ده زيزو، كان بيلعب في اوروبا وحصل له مشكله كده. فقال لهم ماشي. فعرفنا ان الكابتن طارق السيد كلم مجلس اعتقد او الاداره في نادي الزمالك.
فساعتها كان ماسك اللهم صل على النبي، المستشار طبعا مرتضى منصور وكابتن امير. جروس كان لسه ماسك ازاي؟ بص، فراح هناك الخواجه ما كانش مش يعني قال له مش حابك تكون في السكواد دلوقتي. يعني كابتن طارق السيد اللي ودى زيزو الزمالك. هو سبب يعني جزء كبير قوي من زيزو يكون موجود هناك. مم. حصل اللي هي اول حاجه في التعاقد مشكله. زيزو اعتقد اشتروه ب5 مليون جنيه. اشتروه من البرتغال. اعتقد يعني مش فري. لا ما اعتقدش، هم كانوا عاوزين مبلغ ف5 مليون جنيه. مش فلوس. مش فلوس، انت بتتكلم في دلوقتي مش فلوس، بس هي باين 5 مليون جنيه في الايام دي برضه كانت يعني شغال. بس بالنسبه للزمالك مش بالنسبه للزمالك لا مش فلوس عادي يعني. حصل بقى حوار كده بين استاذ امير وزيزو. قال له الخواجه يعني مش حابب ان انت تكون موجود دلوقتي. فقال له انا اتمنى منك ان انت تدخلني وتسيب دي عليا انا. بعد ما مضى. بعد ما مضى سيب دي عليا انا. نزل التمرين. ونزل التمرين. قال له سيب دي عليا انا هثبت لك ان انا احسن لعيب في مصر. ده زيزو. ويشاء القدر كان كابتن امير 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 عزمي. كابتن امير عزمي كان هو اول واحد استقبل زيزو. هو مدرب العام مع جروس. استقبل زيزو كان عندهم تدريب خاص للعيبه اللي بره السكور. بعدين اسعى واجتهد. ربنا كرمه وزيزو ابتدى من 2020 اعتقد. كان ترتيب زيزو الاخير في الوينجات. كان بعيد خالص. جه زيزو من بعيد بس اشتغل. هي دي بقى اللي لازم. الفتره دي كانت نفسيا صعبه ازاي بالنسبه له؟ هي مش فتره. هو زيزو عشان اتاقلم في اوروبا عادي الكلام ده بالنسبه له عادي. ده طبيعي. انت في اوروبا رقم 1 ورقم 2 ورقم 3 بتتحدد كده. ما دي الناس دي باسعار. قصدي ما همتش اكيد. ما انا بقول لك دي اللعيبه المصريه العاديه اللي بتعمل. انت لو واثق من امكانياتك هتطلع. كان بيتمرن برضو طبعا. مش مشكله. لا وايه بقى كان بدل التمرين تمرينتين. ما هي بص، انا وانت بنتعب في التمرين بس دايما ربنا يدي المجتهد شويه. صح. اللي بيروح مثلا يضحي بخروجه، يضحي بحاجات كتير عشان خاطر يضحي باكله حلوه مثلا. طبعا بخروجه حلوه بالكلام ده كله. ستايل اكل معين. حاجات في حاجات بتعطلك. بس اكيد في حاجات لا انت بتضحي عشان ربنا يكرمك. وده سبب اللي هو زيزو فيه. ضحى وتعب واجتهد. بدأ زيزو من الكونفدراليه. هو كان يعني الحمد لله ضربه الجزاء الاخيره يعني دي اديت له دفعه كبيره قوي 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 بتاعت ماتش نهضه بركان. فدي حاجه كويسه. بدأ بقى زيزو من 2020 2021 الحمد لله عمل ارقام كويسه. ربنا يديم عليه. يعني حاجات كتير حلوه زيزو عملها بصراحه. وزيزو تعب يعني اللي هو فيه ده والله يعني من فراغ. مش من فراغ والله. يعني من اكتر الناس اللي يعني انت ممكن ما تكونش ما شفتش زيزو او ما شفتنيش. ممكن في نقطه كبيره قوي يعني انا بتكلم معاك فيها. الناس بتاخد الظاهر ما بتشوفش انت عملت ايه. ما بتشوفش انت حوار كورونا. انا جاي لك في حوار كورونا دي يعني مش ذنبي او مش ذنبك اللي انت مش بتشوف زيزو او مش بتشوفني. خليني بعيد عنها دلوقتي. ما بتشوفش زيزو اللي هو ايام كورونا احنا اجرنا شقه في مدينه نصر. قعدنا فيها حوالي 3 شهور. 3 شهور واحنا متغربين. 3 شهور وانت ما بتشوفش امك وابوك واخواتك. 3 شهور وانت بتاكل اكل وبتعتمد على نفسك. بتعتمد اللي انت بتتمرن تمرينتين في اليوم وتيجي في نص اليوم اذا كنت بتاكل وبتريح. 3 شهور بتعمل كده. ده انا بقولك كده ده وقت بس وقت كورونا. احنا خدنا شقه قلبناها جيم. والدوري واقف. لو حد مثلا يشوف الحاجات دي هيقولك لا ده تعب. التفاصيل دي التفاصيل دي بتعملك يعني بتعرفك انت تعبت قد ايه. نتيجتها باينه دلوقتي الحمد لله. يعني بتثبت للناس اللي انت لا انت تعبت. انت تستحق. انت مهما يحصل انت برضو في حته كويسه. يعني انت كزيزو كشخص لا ربنا يكرمه. ربنا يزيده ان شاء الله في اللي هو فيه ده. طبعا توفيق ربنا بس في حد بيساعدك. انت ما بتعملش حاجه لوحدك. فهي دي يعني قصتي مع زيزو ولسه مكملين ان شاء الله. جه سيزون 2021 وزيزو انفجر بقى. بصراحه يعني سيزون جامد لزيزو. كنت تتوقع ان هو يعمل كده؟ انا متوقع مليون في المية اللي يعمل كده. بس توفيق ربنا يعني اداها له بسرعه. اداها له من كتر تعبه من كتر مثلا
يعني اجتهد من كتر بحيث ان هو في وقت قليل حقق حاجه كتير. لا انا بتكلم، يعني انت بتتكلم في 5 سنين او 4 سنين ونص، داخل على 5 سنين، انت بتتكلم في ارقام جميله، يعني عمل ارقام كويسه. ارقام تدخل مع لعيبه كبار في تاريخ اه نادي اه الزمالك. اه فدي تتحسب له عشان هو تعب. في ناس بتقول ان هو ضربات جزاء هقول لك، ما هي هي ضربات الجزاء مش جزء من المنظومه. وجزء ومهاره طبعا، يعني في ناس بتضيع. اكيد مم. انت بتتكلم ضربات الجزاء دي حاجه اساسيه. طب ما انت لو انت ما عندكش الثقه في صح معتز او زيزو او نور، صح هيخش يضيع. ما انا ممكن، ما هي ترتيب في ضربات جزاء لها ترتيب، طبعا. واحد اتنين تلاته. هو محطوط واحد ليه؟ محطوط واحد ليه؟ عشان هو اجمد واحد، مم. اجمد واحد ضربات الجزاء. يجي ممكن اللي بعده ده بيشوط كويس، بس انت بتتكلم استمراريه في كل حاجه، استمراريه في الاداء، استمراريه في ضربات الجزاء، استمراريه في العطاء، استمراريه، لا استمراريه في حاجات كتير، مم. فحاجات كبيره قوي قوي قوي. فدي تتحسب له، اللي هو ربنا كرمه بالسيزون ده وخد احسن لعيب. ربنا يكرمه في اللي جاي واللي بعده، موسم 2022 برضك استمر. لا حاجات كتيره. بنشوف زيزو بقاله 4 أو 5 سنين مستواه ثابت. عايز اعرف زيزو بره الملعب عامل ازاي؟ دي برضو محتاجة كلام كتير، بس أنا اختصرها لك. زيزو ممكن أكتر حاجة بيحبها في حياته الجيم، أكتر حاجة بيحبها في حياته اللي هو يتعب أكتر. الاستمرارية دي وراها نجاح، الاستمرارية دي وراها حاجات أنت ممكن ما تجيش معاك بالسهل، بس تيجي معاك بالمجهود. أنت ممكن تكون مش أجمد حاجة، بس تشتغل على الحاجة اللي أنت حاببها. بمعنى اللي أنا احنا كنا بنخلص التمرين في نادي الزمالك، نطلع مع زيزو على الجيم، نطلع نعمل ريكفري، يجي تاني يوم تحس ان اليوم هو ما بيتغيرش. روتين. روتين، الروتين ده ممل بس ناجح. زي محمد صلاح. زي طبعا، يعني الحاجه الممله بتبقى ناجحه، زي الجيم كده. انت لو رحت لوحدك الجيم مش هتبقى، لا يومين وثلاثه وتزهق. مم. بس لو استمريت هيبقى جسمك كويس، هتبقى الحاجه الفورمه اللي انت عايزها هتحققها. هو بيتعامل ان ده شغله. هو بيتعامل ده شغل، ما بيستعملش اللي هي حاجه بتحبها. مم. مش لو بالمزاج. مش حتى لو ماليش مزاج انا هروح اتمرن. يعني في عز ما الدنيا يكون مثلا مخلص 90 دقيقه، 90 دقيقه وتروح تشتغل جيم، 90 دقيقه وتروح تشتغل تاني فانا كنت دايما بعترض معاه، اقول له طب ريح جسمك. مم. قول لي دايما طول ما انت بتحمل على جسمك، جسمك هيديك. مم. طول ما انت بتحمل في البدني وتحمل في الحاجات دي كلها، على المدى هتلاقيه معاك انت فارق. مم. فزيزو حياته كلها شغل. انت قلت لي ان انت لولا زيزو ما كنتش كملت في الكوره. لولا زيزو ما كنتش كملت في الكوره، ما هي دي اللي انا جاي لك فيها. انا ممكن بيبقى عندي سنه الملل شويه، مم. بس عندي باور حلو. يعني ممكن نساعد بعض، مم. نساعد بعض في الجيم. مثلا هو مكسل النهارده، انا اقول له يلا، انا مكسل يقول لي يلا. مم. فالحاجات دي بتفرق، مم. بتفرق. لو انت لوحدك مش لو انا عندك لوحدي نفس الحافز. مش هتحرك ليه. زي ما ليك صحاب جدعان، ليك صحاب يلا نخرج يا معتز، يلا ما اعرفش نروح فين، ده طبيعي صاحب ساحب. على رايك. بس الحمد لله انا فخور جدا، فخور جدا اللي ده صاحبي واخويا، وهفضل فخور بيه لغايه اخر يوم في عمري. ليه؟ عمره ما شفت من يعني حته صحاب دي. انا مش ذنبي اللي انت ما لقيتش صاحب كويس، مش ذنبي اللي انت ما لقيتش صاحب جدع، مش ذنبي اللي انت متغربين مع بعض وشقيانين مع بعض. انا فخور جدا ان انا بساعد زيزو، انا فخور جدا، فخور جدا، وهفضل اقول فخور جدا اللي انا اخويا وصاحبي احسن لاعب في مصر، وكان هيبقى احسن لاعب في افريقيا ويستحقها. يعني انا اتظلم ان هو ما خدش الجايزه. جدا اتظلم، بجد اتظلم. و... واللي يدل على ده اللي بعد الجايزه، لا جماهير الزمالك وجماهير الاهلي والاعلام كله اداله حق، مم. وهو فخور بكده. تحس ان هو خدها، هي جت عليه الفتره دي كان نفسه ياخدها، وكانت حاجه كويسه تتحسب له وتحسب لنادي الزمالك. طبعا. بس ربنا يعوضه، ربنا هيداله في الوقت المناسب ايا كان بقى. فزيزو لا بره الملعب بالنسبه له اهم من جوه الملعب. بره الملعب دي هي اللي بتخليك تكمل. ده محترف. محترف عارف بيعمل ايه، التمرين تمرين، الراحه راحه، الاكل اكل. يعني واحد بيحرم نفسه من الحلويات يعني بيخرج كتير. قليل خالص. مم. لما عاوز يخرج يكلمني مثلا تعالى نروح نقعد في حته ناكل شويه ويروح، مم. ما بيعملش حاجه غير كده. مم.
طبعا معانا احلى بنت في الدنيا، ايلا. اسمها ايلا. ايلا يا جدعان، عشان الناس بتقول كلام تاني يعني مش عارفين يقولوا الاسم بتاعها. مم. دي يعتبر بنتي قبل ما تكون بنته. مم. دي احلى حق يعني، دي يعني بتحببني في الحياة بجد والله. تطلع معاها في فيديوهات كتير. جدا مم. جدا. وانا هاجي لك لنقطة التيك توك طبعا. مم. يا جدعان والله العظيم ربنا يخليها له ويحفظها له. دي محلية الحياة عليه وانا اخوه صاحبه، ومحلية الحياة عليا بصراحة. مم. يعني انا مبسوط جدا جدا. دماغها خفيفة يعني. عسل. مم. وعندها قبول مش طبيعي. مم. فربنا يحفظها ويحفظها له. يا رب. فربنا يكرمه. ده حياة زيزو بره الملعب. ليه بنشوف زيزو مع المنتخب مش زي مع نادي الزمالك او نفس القوة ونفس الأداء؟ بص، ما هي هي وجهات نظر طبعا. بس انا بقول لك، هرد عليك بالسؤال ده. هل لو زيزو مش بتاع الزمالك، هو اللي زيزو بتاع المنتخب، كان المدير الفني لعبه؟ لا أكيد. انت لخصت كل حاجه. مم. انا دلوقتي زيزو طبعا بيلعب بوينج مكانه احسن لاعب في العالم. مم. انت بتهزر برضه يا نور؟ انت بس اللي بتتكلم. أنا أعرفه إن زيزو أصلا كان بيلعب رقم 8 زمان. كان بيلعب 8 وبيأديها كويس جدا مم. يعني. بس هو في الزمالك كسر الدنيا كان بيلعب في. 10 زمان كمان. لا بس انت بتتكلم في الهواف على الزمالك كسر الدنيا. مم. فهو دلوقتي خلاص يعني، انت كنت بتلعب ديفندر مثلا وفجأة لعبت 8 زي امام دلوقتي. مم. امام صح. دلوقتي بسم الله ما شاء الله يعني بيلعب في حتة الهواف دي كويس جدا. مم. وامام 6 و8. مم. ففي لعيبة كتيرة مش عاوز انسى حد. مم. ففتوح بيلعب حتة الهواف دي كويس جدا. مم. لعيبة كتيرة. علي معلول بيلعب حتة الهواف دي كويسة جدا. عمر جابر بيلعب حتة الهواف دي كويسة جدا. فلا، في حاجات كتيرة. فهو حتة المنتخب، لا طبعا هو كويس جدا وماشي كويس جدا والحمد لله. ربنا يعني كرمه بجونين اخر ماتشين مع كابتن حسام حسن. وعاملين جبهه هو كابتن محمد صلاح، ومعاهم مصطفى محمد وتريزيجيه ومرموش. انت بتتكلم في سكواد بسم الله ما شاء الله جامد قوي. مم. فلا طبعا انا مختلف مع الناس دي، بس هي وجهات نظر وتحترم طبعا. آخر يوم في عقد زيزو يوم كام؟ اعتقد اخر يوم في عقد زيزو اللي هو اخر بطوله هتتلعب في الدوري المصري او في اي بطوله مصريه يعني، فاهم؟ كاس مصر، الدوري يعني يعني دي. عقد زيزو بينتهي بانتهاء البطولات المصرية. البطولات اللي هي المحليه. بالظبط. عشان كده ما خلاص ما فيش يعني افريقيا. يعني آخر يوم لزيزو في عقده مع نادي الزمالك يوم ماتش الزمالك وبيراميدز. اعتقد 5/6. اعتقد. جاهز هو الماتش؟ طبعا بيتمرن بره؟ بيتمرن بره وبيتمرن في النادي. رجع الحمد لله بيتمرن. مم. هو الحمد لله. هو زيزو ما بيحبش القعده. مم. بس هي ظروف. يعني ظروف والحمد لله راحت لحالها. مم. ورجع ويتمرن وهو جاهز. ايا كان مين يقول له العب العب، اقعد اقعد، بره بره. طبعا لهم الحريه خالص. مم. فربنا يكرمه وانا اتمنى اللي هو يلعب. اتمنى ان شاء الله البطوله دي ياخدها نادي الزمالك باذن الله. ان شاء الله. يعني باذن الله اتمنى. شوف زيزو رجع للتمرين تاني و... وبدأ يتمرن مع نادي الزمالك. هو الحمد لله رجع. دي حاجه كويسه ليه هو. اللي هو يرجع يتمرن. وقبل ما يرجع زيزو، من ساعة أول يوم مثلا الفترة اللي قعد فيها دي، الفترة الصغيرة دي، لأ كان بيتمرن برايفت. وأنت عارف زيزو أنا ما بحبش القعدة، مم. فأكيد ربنا يكرمه بس يخش كده ويرجع تاني والدنيا تبقى كويسة ويكون جاهز بإذن الله لأي ماتش. هو جاهز للماتش؟ طبعا. عايز يلعب؟ طبعا. عايز ياخد البطولة؟ طبعا عاوز يعني بطولة جميلة جدا ومن منافس قوي. وأتمنى إن شاء الله المجلس مع زيزو إن شاء الله يتظبط ويلعب الماتشات الأخيرة دي، مش الماتش ده بس يعني. مم. لو لعب هيفرق. طبعا ربنا يعني. بص اقول لك على حاجه. مم. زيزو بيفرق معايا فريق، لكن انت بتتكلم كره جماعيه. تمام. زيزو من ضمن اللعيبه اللي ضمن ال هيفرق. 11 لعيب. من ضمن ال 11. مم. يعني ده بيشيل ده. فاكيد زيزو هيفرق معاهم وهم هيفرق مع زيزو. هي في الاول وفي الاخر هي مش كره فرديه، الكره دي جماعيه. لكن ربنا يكرمه ويرجع وياخد البطوله دي مع الزمالك باذن الله. هو بيتمنى كده. طبعا. شفنا من يومين او 3 ايام ان اصحاب زيزو اللي كانوا معاه في التمرين او المرافقين ليه اللي راحوا معاه التمرين خرجوه من بره النادي وقالوا ان هم ما لهمش صفه ان هم يحضروا معاه التمرين. الكلام ده حصل معاك او معاك؟ لا لا، انا بص كويس ان انا معاك اوضحها لك. وبص يعني اي حد يطلع يكدبني ولا ما يكدبنيش براحته، يعني اللي يصدق يصدق ما يصدقش براحته. مم. احنا كنا مع زيزو. رحنا معاه دايما، انا بروح معاه، هو صاحبي.
ساعتها كان معانا الكابتن محمود فكري، كنا جايين من الجيم طالعين على النادي، فروحنا عادي مع بعض والدنيا تمام. رحنا قعدنا في النادي، فهم الطبيعي الناس سمعت اللي زيزو مشاكل ومش مشاكل، فهم الطبيعي الناس، انت عارف دخلت نادي الزمالك في كذا كذا ممر، في اللي هي القعده الاولى والقعده الثانيه قدام الملعب. فكان في اعضاء ساعتها، وكان في احنا قاعدين، وكان في ناس تانية قاعده. فالطبيعي الناس عشان اللعيبه بتعدي من الممر ده، محدش يتكلم مع اي لعيب ومحدش يعمل اي مشكله او يجري على اللعيب يتصور معاه او فهم دايما. كان انا في نادي الزمالك دي ال5 سنين دايما بيفضل المنطقه دي والمنطقه دي. فالطبيعي اللي الناس حتى الاعضاء ساعتها باين عملوا مشاده كده مع حد، فالاعضاء عشان قال لك احنا ما ينفعش تمشينا من المكان ده، فقال لهم بعد اذنكم عشان بس اللعيبه فيا وخارجه وما حدش يتعرض لها في حته التصوير عشان بيجروا على اللعيبه او فخدونا من هنا الناحيه التانيه، يعني الناحيه اللي قدامها. فهم الناس خدوها بمنطق تاني، وانت عارف بقى يعني الناس بتحب تجامل. طردوك، طردوك يا معرفش يا معتز، طردوك يا صاحب زيزو. فايا كان بقى احنا قعدنا معززين مكرمين ونزلت ستوري. الناس يعني ناس كويسه. الناس كويسه جدا. عمره نادي الزمالك يعمل كده ليه؟ يعني ايه الفرق بين الشويه دول والشويه الاخيره؟ لا طبعا الناس على فكره الناس بتقول كلام، للاسف دلوقتي هو قاعد فاضي ما بيقولش غير كلام، لكن ولا الناس طردونا ولا حاجه. انت كل يوم بتطلع على اخبار اللي في حاجه بتحصل وهي مش حقيقيه، بس عادي يعني مش مشكله، خليهم ربنا يكرمهم. ندخل بقى، انت عندك بيج على تيك توك اه مولعه الدنيا. اديني. الناس بتحبك قوي. والله يا نور، ده اولا هرجع اقول لك، بس اولا محبه ربنا، سواء انت قابلني او مش قابلني، انا طول ما انا بعمل ربنا وعلمتكم ترزقون، انا مش فارق معايا حد، انا مش فارق معايا غير نفسي. اللي انا ايا كان انا بعملك، بعمل ربنا قبل ما اكون بعملك. دي رقم واحد. تيجي للصفحه بقى، الصفحه دي من زمان، يعني قبل ما اشوف زيزو ولا فيديوهات زيزو ولا اي الكلام ده كله. انا بدات من فيديوهات زيزو، انا عامل الصفحه دي قدام الناس، انا الحمد لله برضه بتكلم معاك قدام الناس. انا عامل الصفحه دي لحاجه واحده، اسمها الاكونت بتاعي عليه ذكرياتي، ولا باخد منه فلوس، ولا بطلع لايفات اللي هي اعمل تحديات والكلام ده كله. ده انا بس حبيت أحب اقول لك الحاجه دي اولا، ولا بعمل عليه حاجات تضايق حد ولا تزعل مني حد. هي كل القصه اللي انا، ناس بتحب زيزو، ناس بتحب ايلا، ناس مثلا في ناس بتحبني. مفيش حد هيتفق عليك، يعني صوابعك دي مش زي بعضها، مفيش حد هيتفق عليك اللي انت الناس كلها بتحبك والناس كلها بتكرهك. ففي عيال صغيره او شباب صغيره يعني جمال، وفي ناس كبار، وفي ناس بتلعب كوره. خلاص الابليكيشن ده خلاص حياتك كلها، حياه مصر كلها، حياه العالم كلها بقت عليه. انت بتصحى الصبح بتفتح التيك توك، ما بتفتحش اي ابلكيشن غيره. فهرجع اقول لك، انا دلوقتي بنزل شويه فيديوهات، يعني فيديوهات لزيزو، الناس بتحب زيزو قوي من الناس، يعني شعبيه زيزو بسم الله ما شاء الله جميله جدا، الناس بتحبه. انا يعني الاكونت ده بعد فضل ربنا سببه اللي انا اتشهر ايلا بنت زيزو، وزيزو، ثم العبد الفقير اللي هي شويه فيديوهات لذيذه بتمرن والحاجات دي كلها. يعني انا واضح جدا، انا فخور جدا ايا كان مين اللي شهرني، ده اخويا ودي بنت اخويا، انت معاه من زمان. وانا معاه من زمان. يعني مش فارق معايا كلام الناس، يعني كلام الناس والله العظيم ما فارق معايا. بس انا حابب اقول للي بيتكلم الله يصلح حالنا وحالك، يعني راعي ربنا. ممكن يبقى ليك اخ زيه وتعمل معاه اكتر من كده، الا بقى انت لو انت من جوه مش كويس، دي مش فرحان بتاعتي بيه. انا هفضل فخور بيه وفرحان بيه. ليه؟ الواحد انا زي ما قلت لك، مش ذنبي اللي انت ما لقيتش صاحب جدع، مش ذنبي اللي انت في دنيتك دي معكش اخ بجد. انا فعلا اخ يعني، بس من ام تانية بجد يعني. فحته الفيديوهات اللي انا بنزلها الناس بتحب زيزو، فالناس عاوزه تشوف زيزو. فليه انا مثلا ناس بتكلمني على الانستجرام، وناس بتكلمني والله بيجيبوا رقم ويكلموني، احنا عاوزين اتصور مع زيزو، عاوزك تعمل لي فيديو من زيزو. والله العظيم بحاول اساعد الناس كلها، بحاول على قد ما اقدر اعمل فيديوهات. الموضوع صعب جدا. طبعا موضوع صعب جدا. برضو في حريات شخصيه، يعني مش كل شويه اقول لزيزو لا اعمل لي 10 فيديو ولا لا صح. طبعا. فبحاول اعمل على قد ما اقدر، بحاول ارضي الناس كلها.
عارف ايه عيب يا امور؟ عيب اللي انا ما بقولش لا. يعني حتى لو الحاجه دي مش هقدر اعملها، بحاول انا اعملها لك، بحاول اسعى لك فيها، مش عشان انا جامد، لا عشان بحاول ان انا ايه، آه بقف جنب حد عشان ربنا يقف جنبي. مم. فحته بقى اللي انت بتتكلم على الفيديوهات بتاعتي، او او بتتكلم على صفحه التيك توك، انا زي ما قلت لك انا كاتب في الصفحه كده كلمه عن الرسول عليه الصلاه والسلام، سلام. وكاتب تحتها ايلا وزيزو. مم. يعني انا عمري ما بنكر جيم لحد، يعني انا ممكن اعمل زي ما بيقولوا مصالح، او مثلا اخش في حاجات كده من ورا زيزو على طريق زيزو. ممكن اعمل فيديوهات كل يوم تجيب ريتش قد كده، تجيب ريتش قد كده، وهفضل كده. لكن عمري ما عملت كده. انا شخصيتي من شخصيه زيزو. يعني طول ما انا كويس، طول ما زيزو كويس انا كويس. مم. لازم امشي كويس، لازم ما حدش يقول عليه محسوب عليه. محسوب عليا. رغم في حاجات كتيره انا ما بتدخلش فيها، مش كل حاجه تخش فيها. مم. صاحبي واخوه وعشره عمري، بس في حاجات لا، في استوب عندها. انت ما شايف مثلا ينفعش. ان بيتوجه لك انتقادات على حاجات مثلا انت مالكش دعوه بيها؟ خالص. انا هرجع اقول لك، انا هقول دي يعني لاول مره والناس براحتها. انا كنت فاتح لايف من حوالي، يعني قول 6 شهور. اللايف ده كنت قاعد في الصاله عندي في الشقه، وكان صاحبي معايا وكده، ف بنتكلم وكده. ففي وقت ساعتها معرفش الجماهير زمت على زيزو، واهلي ومش اهلي فانا طلعت انا بص، انا هقولها لك بالبلدي، اللي بيجي على زيزو كان بيجي عليا انا، مم. اللي بيسيء لزيزو كان بيسيء عليا انا. بتضايق، انا بتضايق عشان انا عارفه هو مش كده، وهو يعني حد كويس جدا، وبحب ما حدش يجي عليه. يعني والله مهما تعمل مهما تروح ما حدش يجي عليه، عشان ده في الاول وفي الاخر اخويا وصاحبي وعشره عمري. تيجي ساعتها عملت لايف في وقتها قسما بالله ما كانش في اهل بجد. ده يعني من الوقت كذا شهر. من شهر واحد، وناس حابه تتكلم وتشوشر على الفرقه والكلام ده كله. فقلت لهم والله العظيم ما في اهلي، حاليا ما فيش اهلي. فالناس بقى خدت الفيديو وابتدت تنزله دلوقتي او تنزله بعدين او وبتقول لي انت منافق، تحلف وانت كده وانت وانت بتاع. اولا انا مش هغضب ربنا عشان خاطرك، مش هخاف من ربنا عشان خاطرك، عشان خاطر كوره. عشان خاطر كوره، واخاف منك وعشان خاطر، لا ده انا خايف من العبد عشان خاطر ربنا، لا طبعا. لا طبعا. انا الفيديوهات اللي انا بنزلها لزيزو اللي هي في الجيم، اللي هي الفيديوهات اللي هو بيتمرن فيها، فيديوهات اللي هم مثلا في خروجه بنتصور انا وهو، انا يعني منها بقول للناس اهو زيزو موجود معاكم، شوفوه هو بيعمل ايه، شوفوا يعني هو بيتمرن كويس، بياكل كويس. من خلال الشباب الصغيره الاطفال عاوزين يطلعوا لعيب كوره، ممكن يبص على نموذج مثلا زيزو بيتمرن ازاي، اعمل زيه. انت بتعلم الجيل اللي طالع الراجل ده حياته عامله ازاي بره الملعب اللي هو عشان ياخد يتعلم. منها كبنته، الناس بتحب بنته فعايزه تشوفها. مم. فانا بنزل فيديوهات مع ايلا. مم. انت بقى بتاخدها بمنطق تاني، بمعنى تاني، ده براحتك انت، مم. مش بتاعتي. وانا قسما بالله ما فارق معايا حاجه. انا على فكره في ناس اقول لك برضك نقطه، في ناس في البرايفت كده بتكلمني، فانا كل يوم بالليل كده اجي افتح البرايفت بشوف الرسائل الخاصه، في الكلام الكويس وفي الكلام الوحش، مم. وده طبيعي. مم. برد على الكلام الوحش، مش برد على الكلام الحلو. مم. يعني مثلا بمعنى واحد مثلا يشتمني، اقول له يا عم اقول لك ايه، الله يسامحك. الاقيه يرد عليا يقول لي ايه، والله العظيم ما قصدي، انا بقول لك كده عشان ترد عليا، والله العظيم ده حصل. ومعايا حاجات سكريات بس مش مستاهله. في الشارع الناس بتعمل معاك ايه؟ والله العظيم الناس تيجي تتكلم عليك وتشوفها في الشارع، عشان الناس دي كويسه، بس هو قاعد في منطق ايه، انا ماسك فاتح لايف، بعمل فيديوهات، ايا كان بقى، ربنا يسهل لك بتجيب ريتش او ما بتجيبش السوشيال ريتش. ميديا مش مقياس برضه. لا السوشيال ميديا مش مقياس، انت بتشوف على السوشيال ميديا حاجه، وبره السوشيال ميديا حاجه تاني. حد هاجمك في الشارع قبل كده؟ والله ما في حد حصل، خالص. ولا هيحصل، عشان انا عارف الناس دي محترمه جدا، مم. وعارف الناس دي حب وكره، مم. بس في حب في الحدود وكره في الحدود. لكن الناس هاجمتني، لا طبعا. الناس ممكن تعاتبك على قد الحب، مم. فده طبيعي واستحمله وهشيله فوق دماغي. مم. لكن ثق تماما اللي انا عمري ما اذيت حد، عمري ما جيت على حد، عمري ما قلت حاجه تزعل مني حد. انا براعي ربنا قبل كل شيء، ربنا يخلي لي امي واخواتي،
دي بالنسبه لي ويعتبر من ضمن اخواتي زيزو. دي بالدنيا كلها انا مبسوط، انا الحمد لله. الناس شايفاك اللي انت مثلا ايه بتلبس بتخرج وبتركب مثلا عربيه الكلام ده كله. طب انت شفتني مثلا انا عملت ايه عشان مثلا وهي يعني مش الواقع. اذا كنت بخرج، ما انت شوف انا عملت ايه قبلها، مم. شوف انا بتعب قد ايه. انت شايفني اللي انا مثلا شايفني لا ده انت كل حاجه معاك سهله، لا والله. اولا في ربنا بيشوف. مم. تاني حاجه انت شفتني بالاتجاه اللي انت عاوز تشوفني منه منك يعني منك انت بالاتجاه منه فيه، بعد براحتك انت مش بتاعت انا. مم. ففي الاول وفي الاخر انا عمري ما ازعل منهم. وزي ما قلت لك انت بتراعي ربنا، يعني حاطط قدامك ربنا ولا اكتر ولا اقل. في حته عشان نقفل حوار التيك توك ده، انا الفيديوهات دي هفضل انزلها وهفضل احترم ايا كان مين، من صغيره لكبيره. انا هفضل احترم الناس كلها. عمري ما هاجي على حد ولا هطلع اتكلم على حد. انا هنزل فيديوهات وافضل انزل فيديوهات. الحاجات دي خاصه ليا بيا انا. اللي الناس بقى عاوزه تشوفها براحتك، مش عاوز تشوفها نشوفها. اعمل لي انفولو، اعمل لي بلوك يا عم وراح دماغك. ايه رأيك في الناس اللي بتقطع في اللعيبة على التيك توك وتحس الموضوع هو مش بيتكلم فني او بينتقد فني قد ما هو طالع يعمل ترند؟ النهارده الترند نشتم مصطفى شلبي، امم نشتم مصطفى، بص نشتم انا دونجا، النقطه نشتم دي دونجا. النقطه دي والله بتزعلني وبتفرحني. مم. اقول لك اللي بتفرحني الاول. مم. انا بفرح بالناس اللي بتطلع، اللي هي يعني ناس بتخش اللي هو في مجال الرياضه بتقيم. انا بفرح له. في ناس بتتكلم في كويس. ناس لا اقول لك على حاجه، هم كلهم كويسين. بس بمعنى ما انا هرجع اقول لك، انت استغربت وعملت لي عينيك كده، فهرجع اقول لك كلهم كويسين ليه؟ عشان ابتدوا يعملوا حاجه مفيده. مم. حاجه مفيده، مش بس. احسن ما اكون عاطل ما بعملش حاجه. بس كلمه بس دي حط تحتها مليون خط. مم. بس اطلع قبل ما احترم اللي قدامي احترم نفسي. قبل ما اطلع اتكلم على حد، اولا ده عند ربنا كبيره قوي. عند ربنا كبيره قوي اللي انت بتطلع تقطع في حد. قطع فيه كوره، صح. لكن ما تقطعش فيه في اهله. ما تقطعش فيه اللي انت تيجي عليه. ما تقطعش فيه اللي انت تمسكه يعني تغسله بمعنى صح اللي هو بالبلدي. ليه؟ هو ده ليه اخوات بيشوفوه، صح. اكيد بيتفرج عليك. فنطلع نشتم في مين؟ في معتز ونشتم في نور. استفدت ايه؟ استفدت شويه الريتش؟ استفدت شويه ايه؟ استفدت شويه اللي انت تفضل تشتم عشان الناس تخش لك. طيب اقول لك على حاجه، دنيتنا دي فيها الحلو وفيها الوحش، هي اسود وابيض. فانت دلوقتي 10 مليون بيتابعوك كويسين، انت خسرتهم. عشان اكيد الناس الفاهمه مش هتخش لك تاني، صح. مش هتتابعك تاني. مم. بس حاول تعمل حاجه كويسه، حاول تحبب الناس فيك. حاول تخلي الناس اللي هي اجباري، لا ده انا النهارده بعد الماتش هفتح النهارده على كام واحد كده اتفرج عليهم عشان بيقولوا كلام استفاد منه. مم. فكر في دي، فكر في دي كويس. وانا يعني اخوهم الصغير ايا كان، هم كبار هم صغيرين، انا قسما بالله ما في واحد على الابليكيشن انا بكرهه ولا مثلا ما بحبوش، سواء اتكلم على زيزو او مهما يتكلم انا بحترمه. معتز نجيب اهلاوي ولا زملكاوي؟ معتز نجيب. اه. معتز نجيب مقاوليني. انا مقاوليني. بس في صورة بس في صورة ظهرت ليك وانت صغير وانت لابس تيشيرت الاهلي. الصورة دي طبيعي انت بتجيب تيشيرتات اجمد نوادي يعني انت لما تيجي تشتري تيشيرت، ما انا برضك وانا صغير كان عندي الاهلي والزمالك. هي دي النقطة. الناس كنت يعني بلبسهم انا والله. مثلا لما باجي اشتري تيشيرتات، انا عشان بحب برشلونة بشتري برشلونة، بس والله عندي ريال مدريد عشان خاطر في تيشيرتات بيبقى شكلها حلو. فاهم؟ قبل ما تحترف الكرة تبقى لعيب كورة، كنت اهلاوي ولا بص زملكاوي؟ كأسرة احنا كلنا كنا اهلاويه. مم. فاهم؟ مم. بس هرجع اقول لك والله العظيم والله العظيم، انا من ساعة لما دخلت نادي الزمالك من كتر حبهم لزيزو انا حبيتهم بجد. مم. قسما بالله انا بقيت احب اروح المدرج عشان اتفرج عليهم بيقولوا كلام كويس. الاغاني بتاعتهم جميله. ناس محترمه جدا. ولبست تيشيرت على الزمالك عشان خاطر زيزو. واقول لك على حاجه، إن هفضل يعني ان شاء الله اروح لهم ماتشات. والله اروح لهم ماتشات. بس زي ما قلت لك هي العقليه اللي انا بحب زيزو جدا. فده صاحبي وعشره عمري. عمري ما اسيبه ولا مثلا ايه اللي انا في موقف حصل اللي انا اتخلى عنه، لا طبعا. لو عمري. راح لعب فين انت انا معاه. هتلبس نفس التيشيرت انا وهتشجعه. معاه بشجعه بنصحه. حتى لو جزء، لو انا 1%،
من الجزء اللي انا بساعده. لا 1% ده بالنسبه لي كبير قوي. ما اتغيرش؟ عمره ما يتغير، عمره ما يتغير وهيفضل كده على طول. يعني عن عشرة يعني بجد. فربنا يكرمه واتمنى له التوفيق. والله العظيم والله العظيم مش عاوز حد يزعل منه ايا كان مين، عشان هو ما يستاهلش. ما يستاهلش غير اللي هو يكون جدع، الناس بتحبه وهيفضل يحبك وهيفضل يحب الناس كلها. فشوف عاوز تسأل اي حاجة تاني. حبيبي يا برو، بقول لك هي جت منين برو دي؟ كلمة برو بقى عشان ايه نقفلها. عشان الناس بتحبها. والله دلوقتي كانت محبوبة دلوقتي، كانت محبوبة من فترة، دلوقتي الناس بتكرهها. دلوقتي خلاص بقت البرو، ها؟ فانا والله مش فارق معايا زي ما قلت لك تكرهني او تحبني، انا فارق اللي انت تعامل ربنا. مش عشان خاطر زي ما قلت لك ريتش تطلع تتكلم وتحطني في جمله مفيده. او انا اولا انا عبد من الناس كتيره، عباد ربنا. مش واو يعني انا عشان تطلع تاخد عليا ريتش، انا مش جامد يعني. يا عم اطلع ريتش اللي هي الناس اللي تستاهل، اللي هي الناس جامده. لكن انت بتطلع ريتش عليا ليه؟ انا مالي يعني؟ تطلع تشتم فيا، تطلع تقول لي ايلا. انا هقول لك اهو على فكره، انا صريح. يقول لك ايلا انت بتودي ايلا يا عم ايوه يا عم، دي بنت اخويا وداها المدرسه والدنيا حلوه يعني، ايه اللي فيها؟ فما تزعلش، مش عايزك تزعل يعني. ما تاخدش انت الموضوع من شخصيتك انت او من الاتجاه بتاعك انت. لا يا عم عادي، خدها ببساطه. انا اخويا ده هيفضل اخويا، ومهما يحصل هيفضل اخويا، وبنته ده تفضل يعني بنتي، وربنا يخليها له ويحفظها له يا رب. وفي الاول وفي الاخر احنا بشر. جت منين يا برو دي برضه ما قلتش؟ كلمة برو دي بتاعت زيزو يعني. دي بتاعت زيزو كشخصي بقى. فانا من كتر يعني دايما كنا بنهزر يا برو يا برو. فقلتها كتير فمشيت معايا. تعرف ان انا كنت هعمل براند اسمه البرو بجد؟ والله العظيم. براند الايه؟ بلبس وكده وستايلات اوفر سايز طب وحاجات دي. امتى؟ والله يعني بفكر فيه. واول ناس هدها التيشيرتات دي اللي هي متضايقه من كلمه برو. لا والله يعني كلمه برو دي يعني مخصصه لاخويا زيزو، يعني هي كلمه اخويا بس بقولها بطريقه تانية. فطلعت في كذا فيديو فمشيت معايا. حاجتين. شيك الله يرحمه. واسمه ده أمح. يعني كان صاحبك، وانا مصطفى شخص كنت بحبه جدا. يعني ناس كتيره، نسيش أمح ما يتنسيش. ناس كتيره يعني غير الناس دي ماتت. الله يرحمه يا رب. الله يرحمه ويسامحه ويكون من اعلى جنات الفردوس الاعلى ان شاء الله. انا بتكلم في نقطه، الدنيا مش مستاهله. صح. والله العظيم والله العظيم. انت ممكن تتكلم عليا وتشتم شتايم قد كده، انت ممكن بتشفع لي يوم القيامه، صح. بس مش مستاهله. عشان خاطر ما تندمش تقول ايه يا رب سامحني. لا يا عم، انت من دلوقتي راجع نفسك، سواء بقى جت معاك بالسلبي او جت معاك بالايجابي. والله العظيم والله العظيم يا نور، انا مش فارق معايا اي حاجه. انا يعني ممكن اكون مش بلت يعني بمعنى صح بلت، بس بلت باحترام. يعني الناس بتفضل تبعت لي لينكات حاجات واتفرج عليها، قسما بالله بضحك بتبسط. يا عم انت بتجيب في سيرتي بس الله يسامحك، عارف اقول ايه؟ الله يسامحك. لكن انا اخش وارد لا لا طبعا يا عم حقه. هو الراجل اللي معلوش يعني محدش مراقبه. يا باشا اتكلم براحتك. هو كلامك ده ولا هيزودني ولا هينقص، بس نحترم بعض. مين احسن لعيب في مصر؟ والله بص هقول لك على حاجه، انت جيت في الحته اللي ما ينفعش تسالني عليها. ليه يا عم؟ عشان انا هقول لك زيزو ده هيفضل بالنسبه لي احسن لعيب في مصر وفي العالم. في العالم؟ والله في العالم بالنسبه لي انا. ممكن الناس تقول لي انت يا ابني انت مجنون، لا انا بقول لك زيزو ده بالنسبه لي احسن لعيب في العالم. ده ككوره ولا كحب؟ ككوره وحب. زيزو يعني كنت اتمنى من ربنا الفتره اللي هو صغير فيها دي كان يكمل بره. والله العظيم كان زمانه في حته تانية. نصيب شويه. بس نصيب. وهرجع اقول لك الراجل ده طبعا بيفضل يقول الناس دي لها فضل عليا قوي. يعني زيزو اتعرف من خلال ناس الزمالك، عمره ما زيزو ينكر ده، وده طبيعي. فانا بتمنى من ربنا يوفقه في حياته. اتمنى من ربنا دايما اشوفه مبسوط. اتمنى من ربنا يوفقني انا في حياتي. اتمنى من ربنا الناس ما تزعلش مني اللي انا ما عملتلهاش حاجه اساسا. فايا كان انت بقى زعلان مني انا مسامحك والله العظيم. اي حد يكتب كومنت عليا اي فيديو عليا انا مسامحه. مبسوط ان انت كنت معايا. انا اللي مبسوط جدا يا نور. وانا والله العظيم والله العظيم انا ناس كتير كلمتني والله يعني، بس انا عشان انت عشرة عمري فانا قلت ان شاء الله تكون بدايه معاك انت، ويا رب تبقى اكون خفيف عليهم.
سواء بقى بالسلبي او الايجابي براحتك يعني. واتمنى من ربنا اللي محدش يزعل مني، دي المره المليون هفضل اقولها، وربنا يكرم في اللي جاي يا برو. وكده تكون خلصت حلقتنا من بودكاست احسن ساعه في مصر. انتظرونا في حلقه جديده.